السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يعني يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. طبعا النهاردة معانا باشمهندس أنس العدلي، ده يعني أشهر صنايعي أندرويد بنتست في عامل إيه يا أنس؟ أنا مش عارف أنت مصيف ليه وأنا مشت ليه، الأجواء عندنا زي الزفت. الجو ساقع وانا دهب بالتيشيرت عادي. لا، ده أنا الجو عندنا ولا ساقع والله. تعمل إيه؟ كله زي الفل. أه عايزين احنا في احنا في البداية كده عايزين نعرف بس مين هو أنس العدلي، بس عايزين نعرف بقى بمنظور مختلف شوية. عايزين نعرف مش انت ذاكرت ايه، احنا عايزين نعرف من الجانب الكارير بتاعك. انا لسه عندي لسه سنه رابعه كمبيوتر ساينس عين شمس. تقريبا كده بدات المجال 2015 بالظبط. كنت لسه في سنه اولى وكنت داخل الكليه عارف انا عايز سايبر سكيورتي حرفيا، اللي هو ايه، كنت اي حاجه بس الناس يقول لك ايه، طب خش ذاكر مش عارف بروجرامنج، طب خش عارف مش عارف ايه. انا كنت بفكس الكلام ده كله، انا عايز سايبر سكيورتي. واخش بقى اذاكر بقى ويب بتاع، دخلت سين اكتيفيتيز عندنا المفروض ان هي تشرح سايبر سكيورتي. كان يعني الشرح بيكون بسيط شويه لحد ما، بس هو سهل. مم. وبدات بقى بعد كده ان انا اتعلم شويه الويب تيست، وبدات ان انا ادوس في الموضوع شويه اكتر مع نفسي. وبقى دخلت بقى في الدوام بتاعت سيتيفات، لا باك باونتي، بقى دخلت شويه مثلا فتره الدايره بتاعت الريكورد، اللي هو لا اصل الريكورد مهم، اصل الريكورد هو اللي بيجيب بوكس. واحد تاني يقول لك لا خش على الابلكيشن وشوف الفيتشرز والكلام ده. ودخلت في الدوامه دي يعني حبه حلوين لغايه ما قعدت فيها بتاع 6 7 شهور يعني. بعد كده دخلت بقى في الدوامه بتاعت النتورك. ساعتها كان دخلت في الترم في شركه المان شويه اسمها مان عشان مش احسن حاجه يعني للاسف. هي كان الترم المفروض ان احنا نتعلم فيها ويب ونتورك واندرويد واي بي اي، جميل. كل ده في 4 5 شهور يعني، زي ما تسالنيش هي كده. بدون ف روت. بقول لك بدون روت. بالظبط كده. كم. فاحنا كانت اكتر حاجه استفدت فيها فعلا المعرفه. الواحد لا عرف ناس فعلا تقدم المجال، الواحد فعلا عرف ناس يقدروا ان هم بعد كده يعتمد عليهم، يبقى يتعلم منهم معلومات، يقدر ان هو يخش بعد كده معاهم كولابس، يبدا ان هو مثلا يخش يشتغل جنبهم. فكانت دي اكتر حاجه فعلا استفدت منها من الانتاج، فكره الكونكشنز. وبدات ان انا اخش في الدايره بتاعت النتورك وهاكسا بوكس والاكتيف دايركتوري. ما دخلش اكتيف دايركتوري قوي برضه عشان عارف إن الموضوع ده بيضايق جدا شويه. بيوتنج الحاجات دي دخلت فيها شويه. مم. وبقى هاكسا بوكس سيزونال، ونخش ونحل في الماشينز، ونخش نلحق الماشين الفلانيه نزلت، نخش نلحق اصل الفلاج مش عارف اتسرب على اتسرب على الدارك ويب، والحل بتاعه موجود على بيتش فورمز والحاجات دي. حرفيا كنا بنخش تشوف بوكس رول الماشين اصلا على بيتش فورمز، الدنيا كانت زي الفل يعني. اه، انا بعد عارف كده انا بقى ماشيين السيزون دي. بالظبط كده، كان بيخش يلاقي الحل بتاع الماشين كلها وزي الفل كده. بعد كده بقى الواحد دخل بقى ان هو يخش على سكه الكارير اكتر بقى، ان هو لا يفهم مثلا ده في بوزيشنز، يعني ايه جونيور يعني ايه سينيور، ايه الفرق، يعني ايه فكره ان واحد داخل باج بوت وداخل بيلطش وخلاص، من واحد لا داخل سيستماتيكلي على بين تيست. بدات الواحد يفهم الماركت اكتر، ايه الشركات المختلفه، السالاريز بتاع كل شركه، ايه البينفيت بتاعت كل شركه، مين الناس اللي شغاله في شركات، مين الشركات مثلا اللي قايمه بس على الناس التقال اللي موجوده عندها، مين الشركات اللي فعلا مثلا قويه وفعلا الشركه نفسها بتحترم الموظفين اللي عندهم. وبعد كده كنت يعني وانا شغال كنت ادخل في انترفيو بروسيس مع شركه مصريه. بس قبل يعني كنت ادخل في انترفيو يوم 3، بعديها حصل ظرف فالانترفيو اتاجلت اسبوع. مم. بعد كده في الاسبوع الثاني حصل ظرف، يعني الكهرباء قطعت عندهم والانترفيو اتاجل اسبوع كمان. ببص وانا في البروسيس دي، في شركه هولنديه، شركه في هولندا، بعتوا لي ان انا اروح اشتغل معاهم وبتاع، ودخلت معاهم انترفيو تقريبا يعني. من بعد ما الانترفيو ما خلص كان الكونتراكت خلاص جميل. تمام، بدات ان انا اشتغل معاهم. بس قعدت معاهم 4 5 شهور كده شغل معاهم. بس الدنيا ما كانتش احسن حاجه، كان الشغل عندهم مش مريح. فكره ان هو بيقول لك لا انت شغلك يعني 8 ساعات واكتر، وما بيديلكش فلوس على الاوفر تايم. لا انت ممكن، كان بيوصل معايا الموضوع ان انا ممكن اصلا اخلص شغل الساعه 10 بالليل وابدا شغل 9 الصبح. مم. بدات مثلا الموضوع اللي هو لا انت قاعد شغال لوحدك في البيت، مفيش حد معاك في التيم كتير، انت قاعد لوحدك ما بتتكلمش مع الناس، ما بتتعاملش مع الناس. فالموضوع بدا ان هو يا يعني عبد. ضايق شويه. بالظبط كده، الموضوع هو كان استعباد فعلا. بيقول لي مثلا برضو الموضوع ما كانش فوكس على حاجه معينه، ما كانش فوكس مثلا على البين تيست، ما كانش فوكس على البلو تيم، لا. الموضوع كان بيقول لي مثلا احنا الاسبوع ده هيبقى عندنا مثلا بروجكت جي ار سي، فانت روح ذاكر جفرنس. وابدا ان انا اذاكر الايزو واذاكر الانكس اي والحاجات دي كلها بتاعتها. وبدات ان انا فعلا قاعد اسبوع بذاكر جي ار سي. طب الاسبوع اللي بعديه، لا الاسبوع اللي بعديه احنا هيجي لنا انجيجمنت ايه، فاير وول كونفجريشن.
انا مش مذاكر اصلا فاير كونفجريشن. خلاص ده كده كورس، كورس فاير وول، كان فاير وول اسمه سوكوس. وقال لي انت ابدا اشتغل عليه، وبدات ان انا اذاكره وخدت السيرتيفيكت بتاعته وانا مش فاهم اي حاجه اصلا. امم. كان مثلا يقول لك ايه، لا اصل انت شغلك 8 ساعات، فانت كل وهم الثمان فيديوهات كل فيديو ساعه، فانت النهارده خلصت الكورس ده. ده اللي هو مش عارف ازاي. طيب. اشتغل اوفر تايم بغباء، انا اخلص شغل 10 11 بالليل، ده انا اشتغل جمعه وسبت، فده انا ما باخدش اجازه، أنا قاعد بشتغل عشان بس. بدا بقى ان الدنيا تتخنق اكتر كمان، اللي هو يعني ما كانش 5 شهور ما جايش غير 2 3 بروجكت بالتست، وانا اصلا داخل البوزيشن المفروض ان انا بالتست. امم. فبدات ان انا اطلع من الموضوع اللي هو لا انا مشتت جدا، أنا مش عارف انا بعمل ايه. فسبت المكان ده وفضلت كده شغال بقى باك باونتي، شغال مذاكره شويه بتاع، لغايه ما ربنا كرمني باثنين انترفيو في شركات. كنت بسعى جامد في شركه منهم، يعني بسعى جامد جدا يعني في شركه منهم، بس وانا قاعد شغال في السعي ده مش عارف ازاي مره واحده جالي البوزيشن ده في الشركه الثانيه اللي انا فيها دلوقتي، هي ديب سترايك. جالي بوزيشن فيها وانا مش يعني ما كنتش حاططها في الحسبان اصلا، هي جت كده مره واحده. لقيتها في ربنا، انا واحد كان بيسعى بيسعى وبيحاول جامد، ومره واحده ربنا كرمه ببوزيشن في شركه ثانيه اصلا. طبعا السالري احسن، الورك انفايرمنت احسن بكتير، الناس اللي شغال فيها مع لا. حسام احمد، عاوز ايه تاني؟ بالظبط كده. طيب كنت احسن ساعة. واحد كان بيسعى اصلا وكان بيعجن نفسه فعلا عشان يخش في شركه ما، ربنا كرمه باللي احسن منه. جميل. فبس جميل. مفيش بقى مثلا مذاكره بتاع، فزي ما قلت لك في الاول كنت بادئ سي في بقى شغل اللي هو مش ذاكر حاجات طب طويله. احنا عايزين يا انس نعرف رحلتك تحديدا مع الاندرويد، من اول ما قلت انا هبدأ ان انا في اندرويد لحد ما بدأت يعني ما شاء الله عليك على اليوتيوب بقيت بتشرح وكده، وكمان وكمان هاكينج لاب بتعمل لك ريبوستات كمان. فعايزين نعرف. بقى صح ده خلاص. عايزين نع... عايزين نعرف رحلتك مع الاندرويد من اول ما قلت انا هبدأ، يلا بينا انا هبدأ اندرويد النهارده، يعني لحد من اول ما بدأت اندرويد او لحد ما قلت انا هبدأ اندرويد، لحد قبل ما كنت بتكلمني كده، انا عايز اعرف الرحلة دي كلها كده. الموضوع معايا مختلف شويه، إن انا بعمل حركات غبيه ساعات، اللي هو بقول لك ايه، انا دلوقتي هاتف عليا ان انا عاوز اذاكر نتورك، فانا ممكن اقعد دلوقتي مثلا اسبوعين بذاكر نتورك، اخد قشور النتورك، بعد كده مش هسيبها 3 4 شهور. وده انا عملته في الاندرويد. انا في الاندرويد اول بدات، فاكر لما بدات شغلي في الشركه بتاعت هولندا دي، انا كنت بدات مذاكره اندرويد معاها جميل. من سنتين. بس بدات اللي هو ايه، ذاكرت كورس على اتيتيفاي. كورس اتيتيفاي ده اللي ما يعرفش هو بيشيل قشور بس كده من على الوش. بعد كده ذاكرت شويه، كان في كورس بتاع سكيورتي ميتر، ذاكرت منه مثلا بتاع مثلا 4 5 ايام، بعد كده سبته، اللي هو مجرد قشور كده من فوق. وبقيت كده مقتنع انا خلاص كده انا اندرويد تيستر، وانا الدنيا تمام معايا وبتاع، لغايه ما وانا في الشغل جالي انجيجمنت اندرويد وعرفت انقحه. امم. فلقيت ان هو لا انا مش عارف حاجه، مش فاهم حاجه انت بتاع. ملط لسه. بالظبط كده. في نفس الوقت بدات ان انا يجي لي انجيجمنتس في الويب مش بالسهوله اللي بتيجي في مثلا باك باونتي مثلا، لا لا، في انجيجمنت فعلا صعبه. امم. مثلا انجيجمنت الريكوست نفسه اصلا متشفر، يجي لك مثلا انجيجمنت لا انت المفروض تخش جوه الجافا سكريبت عشان تطلع اند بوينتس، عشان انت اصلا معظم الابلكيشن مقفول عشان انت بري تير، فانت محتاج تخش في الجافا سكريبت تطلع الاند بوينتس. فالموضوع بدا ان هو يصعب شويه، واللي هو لا انت محتاج فعلا تذاكر، انا بقى محتاج تذاكر بجد. فبدات بقى شرخت في فورت سويجر، بقيت رحت حلل مثلا 90% من عليه، ظبطت الدنيا مثلا في التوبكس الادفانسد منه، ريكورس سماجل، فول تايم فيوشن، كاشنج، الكلام ده كله، اس اس 3 باكيتس، الحاجات دي يعني بدات ان انا اظبطها اكتر. وفي امم. نفس الوقت بدات بقى ان هو ايه، لا انا امسك بقى الاندرويد من الاول. بدات بقى الاندرويد على نظافه، اذاكر اندرويد ديفلوبمنت على نظافه، افهم الفايلز انت بتبقى، افهم اللايف سايكل بتاعت الاكتيفيتي، افهم فرق الاكتيفيتي والفراجمنت، الحاجات دي كلها. فبدات كده مع الموضوع اللي هو واحده واحده بدات الدنيا، لا الدنيا فعلا بقت تجمع. في حاجه اللي هو واحد مثلا ما بياخدش باله منها، اللي هو واحد يقول لك ايه، اصل انا داخل علشان اتست على مثلا داخل اسمها ويب ابلكيشن. جميل، طب انت هتست على ويب ابلكيشن شكله عامل ازاي؟ انا هخش كده واللي هلاقيه في وشي هتست. طب انت لازم تبقى فاهم الكلام ده مكتوب ازاي، لازم تفهم الكلام ده مكتوب ازاي عشان تعرف الديفلوبر هيغلط في ايه. امم. فبدات بقى اللي هو افهم الاندرويد بيبقى مكتوب ازاي عشان اعرف ايه الغلطات اللي ممكن تطلع. الاركتكشر بتاعته. كده اصلا الاندرويد اصلا سورس كود، كله سورس كود ريفيو، امم. فانت داخل اصلا انت بتفهم الكود جزئيه جزئيه. بدات ان انا افهم بقى الاندرويد بيتكتب ازاي، ايه الفرق بين البراكتس، ايه الاكتيفيتيز، الكونتنت بروفايدرز فعلا ايه الامبلمنتيشن. وبدات انا بقى اكتب انا بنفسي الكلام ده كله. مره في الثانيه في الثالثه بدات ان انا خلاص تمام الدنيا ظبطت مش عارف ايه. بدات بقى ان انا احل بقى في الابلكيشن فولنربل. اشتريت الكورس بتاع بلاك بيلت ودخلت ذاكرته، برده ما لقيتش
معلومات بزياده، هو برضه بيمسح قشور كده من فوق. فعلا اه، بلاك فانا بيلت يعني كشور بس كويس، يعني كويس برضه. طب لك بنت يعني بالظبط كده، اعلمك ويب ديفلوبمنت امم. بس، اعلمك ويب ديفلوبمنت كباك اند، وده الاي بي اي وشكله عامل ازاي وبتاع. هقول لك مثلا بص الاي بي اي دي ممكن تغير مثلا في الاي دي عشان تجيب اي، بس بس بقى كفكره مثلا طب الايدول دي بتحصل ليه، طب مثلا ممكن تجرب تويس الايدول دي انك تحط اكسبشن جيسون، طب الكاشنج، طب الحاجات، مفيش الكلام ده خالص، هو مجرد قشور كده من فوق. وبدا ان هو يعني بدا ان هو امم. فبدأ دخلت بعد كده بقى على اوفر سكيور. اللي جابت اوفر سكيور دي يعني انضف حاجه فعلا ممكن الواحد يتعلم منها موبايل سكيورتي. المشكله بس ان طريقتهم في الشرح مستفزه، انت ممكن تقعد تقرا البلوج كلها في الاخر تحس انك ما فهمتش حاجه. امم. فبدات ان هو لا احطه على شات جي بي تي يبسط لي الموضوع. بدات ان انا اعمل بوك مارك لنفس الرايتر واقراه مره واثنين وثلاثه، مثلا كل يوم اقرا الرايتر ده مره لغايه ما افهمه. فبدات كده ان هو ايه، انا بجمع شويه الموضوع. اكتبوا مثلا مره بلوجايه جابوها في التيك توك، فلا دي حاجه جامده جدا طبعا. ادخل اقرا وشوف هم عملوا ايه. بداوا ان هو فعلا يكتبوا الميثود بتاعتهم وبيحتكوا ازاي وبيعملوا ايه وبتاع. واحد بدا ان هو يبقى عنده ميثودولوجي فعلا ويرتب هو بيعمل إيه. جميل. فبدا بعد كده بقى لما بدا ان واحد يجيله انجيجمنتس اكتر اندرويد، بدا ان هو يتعامل مع ابلكيشنز ثانيه غير الجافا. انت في عندك جافا، كوتلين، رياكت، عندك زامرين، عندك كوتلين، عندك حاجات كتير جدا. فانت لما تبدا ان انت تجرب ان انت تتاك على كل دول، فانت ما بقاش مجرد ان انت قدامك ابلكيشن جافا دخلت عليه تمام، لا ما جالك مثلا حاجه زي مثلا رياكت، لا انا كده خلاص مش عارف اعمل ايه. امم. فبدا يعني واحد ان هو ايه ينظم الموضوع ده اكتر شويه. وكان من اخرها بقى رحت داخل على الايمات. دخلتها في شهر 12 تقريبا، مش فاكر بصراحه، 12 او حاجه كده، امم. شهر 11 عشان التخطيطات بتاعت الباك فرايداي. دخلت في شهر اه، الايمات. عايز تصطاد انت الخصم. بالظبط كده. هي بصراحه الايمات ما تستاهلش 5 جنيه، انا يعني الشهاده ما تستاهلش 5 جنيه. بس احنا بعد كده بس انت كسيرتيفيكيشن يا انس، يعني الشركات طبعا بتفضل السيرتيفيكيشن مش عشان التكنيكاليتي، عشان البيزنس نفسه. يعني هي السيرتيفيكيت بتعود على البيزنس، مش بتعود عليك كتكنيكاليتي كمان. ما هو انت. بص بقى، دي بقى حته، دي حته ما بقى انت عندك ايه. ان انا مثلا لو جيت انا قلت لك انا انس العدلي سيرتيفايد ايمات، انت مش هتهتم، امم. مش هيفرق معاك. خصوصا لو انت شخص كبير وفاهم وعارف اللي فيها. لو انت فاهم بالظبط. فعلا امم. جربت انها تخش الامتحانات بتاعت الشهادات دي، هتلاقي ان فعلا الشهادات دي ثلاث ارباع امتحاناتها اي كلام. متسربه اصلا، يعني الاجابات متسربه. بالظبط كده، يعني اجابتها مسربه يا عم، قول ماشي مسربه على زمان. بس دلوقتي لا، دلوقتي يا عم الامتحانات كلها جديده وبتاع، وبرده الامتحانات بتاعتها انا امم. ممكن اخش دلوقتي ابصمج لك الموضوع وهخش يا عم وهخش أكتب. جميل. فانت عارف وانا عارف ان هي مش احسن حاجه، يعني مش اللي هو ده. طب الواحد يعتمد بايه دلوقتي؟ ان انا اقعد معاك دلوقتي كده ونتكلم وتشوف دماغي وتعرف لا ده فعلا شخص فاهم. دي بتكون الناس لكن انت لو التكنيكاليتي اللي فاهمه، دي اللي فاهمه. في ناس بقى اول ما اشوف السيرتيفيكيشن بتاعتك اوكي انت اكسبتد معايا. انت فاهم. عشان كده خالص بالظبط الناس اه. شخصياتهم ما بيعتمدوش غير على الاوفنسيف سكيورتي، مش عارفين بالظبط. او سي سي بي، اوفنسيف سكيورتي عموما، لا سمعتها كبيره بره. حتى انا لما جيت، حتى تجربتي انا برضو مع ان انا اقدم في شركات بره مصر، كان دايما يشترط عليا اي حاجه من او سي سي بي، اي حاجه من اوفنسيف سكيورتي، يقول لي اي حاجه، اي حاجه حرفيا. كده هتلاقي الناس هنا في مصر مجرد ما بيبقوا في ثانيه يبداوا على طول يسيرتيفوا اوفنسيف سكيورتي، ان امم. هم عاوزين يطلعوا بره مصر. دي اول حاجه بيبص عليها، انت مسيرتيف او اس دبليو اي، مسيرتيف او اس سي اي، مسيرتيف او اس سي اي ولا هي او اس دبليو اي. امم. مسيرتيف الحاجات دي بعد كده تعالى نتكلم. اما بقى بالنسبه للبيزنس، فانا لو عندي شركه وعندي ناس مسيرتيفين شهادات من ديلر، هطلع اقول لشركات ثانيه يا جماعه احنا عندنا سيرتيفايد. هل الشركه اللي جايه دي عارفه الفرق بين اي ليرن واوفنسيف سكيورتي والكلام ده؟ لا. كبزنس اي ليرن طبعا. وكمان انا ممكن ادفع مثلا عندي بخمسه، ادفع عندي الخمسه مثلا جواب تي اكس، كل واحد ياخد له $400، او 400 مثلا بخمسه ب 20000 $2000، ولا اشتري الواحد بس شهاده من اوفنسيف سكيورتي ب 1600. امم. فاهم؟ فاهم. فبالنسبه للبيزنس طبعا اي ليرن انضف بكتير. فبس الواحد بقى بعد كده اللي هو بدا ايه، بدا ان هو يخش بعد ما خلاص خلصت الكلام والكلام ده كله. بدات انا احس في مرحله ان ايه، مفيش مساحه في السوق ان واحد فعلا يتعلم اندرويد صح. الموضوع فعلا صعب وفعلا مهم. وعشان كده تلاقي السوق في مصر كده، اللي بيفهم اندرويد كويس بيفرق بنفسه. خلاص انا بقيت فاهم اندرويد ومذاكر اندرويد، يعني طز بقى في اي حد تاني. ونتورك، خلي بالك، ونتورك. اللي هو ايه، مم. انا خلاص والله مثلا ذاكرت اندرويد خلاص اخش بقى بتاع، مثلا الدنيا دي مثلا ناس، لا مثلا حد جه سال لي بتاع، هقول لك والله ذاكر بلاك بيلت، والله ذاكر مثلا مش عارف تليفون، مع
ان انا عارف ان الكلام ده اي كلام ده وفي المتاح، ده كلام. المتاح. بدات اقول اللي هو ايه، طب ما فيش محتوى اصلا، مفيش محتوى اجنبي. طب ما ابدا ان انا اعمل محتوى عربي. بدات فعلا الحمد لله انا ساجل قناه فيديوهات على اليوتيوب وانزل وبتاع. وبرده انت عارف مين برده كان عندهم نفس الفكره دي؟ اسمهم مين دول؟ اكس 3. اكس اه. 3 ده اصلا قاعد هو لايف برو، ده اصلا يوتيوبر وكان بينزل كلام على فاينلز كل فين وفين وبتاع، لغايه ما جوجل نفسها عملت له سبونسر، وبدا ان هو ينزل الكورس بتاعه بتاع اكس 3 بتاع الاندرويد تيست. بس ده موجه للاندرويد تيست على طول، ما بيمشيش برضه على الاساسيات بتاع جافا واندرويد وكده. وبيبدا ان هو يشرح لك الموضوع من منظور مختلف، هو منظور باك جراوند، وازاي تاتاك وازاي تعمل ومش عارف ايه، عشان ده اصلا سبونسرد من جوجل. علشان كان في بودكاست كده مع هيكس فري ده وحد من الجوجل في ار بي تيم. الفي ار بي تيم بتاع جوجل لو ما تعرفوش يعني الباك جراوند بتاع جوجل. هم كانوا بيتكلموا ان هم السكوب بتاعهم كبير جدا جدا، خصوصا في الاندرويد ابلكيشن. امم. انت الموضوع مشترك عندك، انت عندك يا عم جوجل درايف، عندك جوجل فوتوز، عندك كاميرا، عندك حتى جوجل بيكسل الموبايل بتاع جوجل نفسه، وموبايل سامسونج نفسه اصلا. الابلكيشنز اللي بتبقى موجوده ونازله نفسها مع الجهاز، فدي نفسها اصلا موجوده في الباك جراوند بتاعك، ممكن تخش تتك عليها. فده شايف السكوب ازاي؟ امم. فمين بقى يعني، تخيل بقى انا لو قلت لك السكوب ده كله بقى، تخيل السنه اللي فاتت فيه كام ثغره اتبلغت لجوجل. يعني عايز تضرب رقم كده مثلا. هتلاقي حاجات كتيرة. انا هقول رقم كده، كام ثغره فالid اتبلغت لجوجل على جوجل في ار دي بي تيم بتاعه. مش عارف بصراحة. 50 مثلا. 40 ثغره. 40. 40 ثغره اتبلغت لجوجل على كل ده، انت متخيل؟ امم. على اندرويد اوبرينج سيستم نفسه، على ابلكيشنز الستوك كلها، مثلا فايل درايف، جوجل فوتوز، الكلام ده كله. كل ده 40 ثغره بس اللي اتبلغت. فجوجل لا، عايز يا جماعه ناس تهنط، فبدا ان هو يعملوا سبونسر لهيكس 3، اللي هو انزل واعمل كورس وبتاع مش عارف ايه. وبدا فعلا الموضوع ايه، يجيب زقه شويه في الدنيا معاه. فبس فانا قلت خلاص، وابدا ان انا انزل يا عم فيديوهات على اليوتيوب، اساعد الناس بتاع. ما يبقاش الموضوع كورس ممنهج، لا اخد الموضوع كده بحتت بسيطه. اللي هو مثلا ايه، مثلا اللاب ده مثلا محتاج انت تبقى عارف كذا، طب تعالى نشرحه الاول. طب اللاب ده محتاج كذا، تعالى نشرحه الاول. وانا بس اللي مسقط مني بس الحته مسقط مني بس حته شويه، اللي هو البيسكس بتاعت الناس. فدي بس محتاجه يعني هظبطها ان شاء الله في كام فيديو قدام يعني. طيب جميل. بس كده. طيب بالنسبة دلوقتي لواحد شخص جونيور لسه عايز معلش بس انا بقطعك يا عمرو، انا اسف، بس في واحد يعني الليميت بتاع الروم وصل، وفي ناس مش عارفه تخش. ازاي مش عارفين يخش؟ ده الروم اخرها 25 واحد. والله بجد. طيب سامي قاعد تحت في السات كورنر لوحده. طيب طب ده هنحلها ازاي بقى؟ شوف لو تقدر انت تزود الليميت كده. طب هستنى هسأل انا الخطيب هو واحد اللي 26 دخل يعني. بيقول ايه؟ ليه اسحبه؟ في واحد دخل، بقينا 26 من 25، مش عارف ازاي. سامي دخل بقى، اخويا سامي. طيب هو بص يا انس، دلوقتي انا كواحد جونيور، عايز ابدا الفيرست ستيب بتاعتي في الاندرويد. عايزك تديني زي رود ماب كده، عشان انت دلوقتي هتدخل في حته الشرح العملي وكده. عشان بس الناس ما اللي هو ايه ما يحصلش كونفليكت بين الدنيا وبعضها، فانا عايزك كده تقول لي الرود ماب او انسب رود ماب من وجهه نظرك انت ان انا امشي عليها، لحد ما ابدا ان انا ايه اجوين في شركه از موبايل بنتشن تيستر. هذا كده، انا كنت كاتب الكلام ده في سلايد كده قدام. بص تعالى كده، افتح شير ونور الشباب. فين باينه كده؟ ثواني. وانا الكاميرا بتاعتي انا اللي قفلت، مش عارف ليه. اه انا عايزك تعمل شير سكرين كده. انا عامل شير. غريبه مع انها مش ظاهره عندي، ثواني. هو وانا تقريبا الكاميرا بتاعتي بتقفل مجرد ما بفتح شير يعني. بس هو الغريب ان اوكي واتش ستريم اهوت. ظاهره. خلاص اوكي يلا انا ابدا. طيب بص دلوقتي، انت نفترض انت دلوقتي عايز انك تبدا في الاندرويد بنتست. فده بيبقى يعني ليه حاجتين. اول حاجه، لو انت بادي فعلا وعارف اساسيات جافا وعارف اساسيات او بي واساسيات الاندرويد، فدي قصه تبدا من اول هنا، تبدا من اول حته ايه اللي هو، لا انا في الاول مثلا هبدا ان انا اتعلم جافا، ابدا ان انا اتعلم الكود بتاع جافا، السنتكس بيتكتب ازاي، الكلام ده كله.
خلصت انا الجزئيه دي. طبعا احسن اتنين ريسورسز انا عن نفسي مذاكر منهم عادل نسيم ومحمد شوشان. الاثنين دول بيشرحوا جافا، بيشرحوا الموضوع مطول شويه. فلو انت ايه خلقك ضيق ومش وعارف اساسيات برمجه اصلا، لا سكيب الاساسيات اللي هم بيشرحوها دي. خش على طول على فكره السنتكس لغايه ما انك متعود على السنتكس بتاع جافا. عرفت الجزئيه دي، ابدا بعد كده في الاوبي. ابدا بقى ان انت افهم والله يعني ايه اوبجكت، يعني ايه كلاس، يعني ايه انهيرتنس، يعني ايه مثلا انك بتعمل كونستراكتور. الحاجات دي كلها، ان دي كلها حاجات اساسيه جدا جدا في الاندرويد. ان ليه؟ عشان جافا اصلا لغه او بي، هي اصلا لغه بتتعمل بالاو بي. مم. فانت لازم انت تكون فاهم الاو بي عشان لما تشوف كود تبقى فاهمه كويس جدا. خلاص تمام، خلصت الحته دي. طبعا نفس الاثنين اللي بيشرحوها عادل نسيم ومحمد شوشان، نفس الاثنين. خلاص جميل. دلوقتي خلصت انت الجزئيه دي. ادخل بعد كده بقى في الحته بتاعت الاندرويد ديفلوبمنت نفسها. ابدا بقى اتعلم ازاي والله ابدا مثلا ان انا اكتب مثلا اكتيفيتي، ازاي اكتب فراجمنت، ازاي ابقى فاهم مثلا لما افتح اندرويد ستوديو ابقى فاهم اللي موجود قدامي ايه، ابقى فاهم مثلا يعني ايه ايميوليتور، ابقى فاهم الحاجات دي كلها. فدي كلها حاجات اندرويد ديفلوبمنت، الكومبوننتس، الكلام ده كله، دي كلها حاجات انت هتتعلمها. كان فيديو، هو الفيديو 12 ساعه، بس مش كله ليه لازمه. يعني ان في اجزاء منه بيتكلم عن اليو اي، فمش كله ليه لازمه، ممكن تسكيب عادي. تبدا جميل. ان انت تفهم الكلام ده من الفيديو بتاع فيكو كامب ده. هو فيديو 12 ساعه. خلاص خلصتها تمام. اركن بقى الجزئيه دي على جنب، نخش بقى في حته السايبر سيكيورتي نفسها بقى. ابدا ان انت هتمشي على الريسورسز دي. طبعا يعني اوفر سكيور بلوج محتاج يبقى عندك نولج شويه قبل ما تبدا فيها. هيكس 3 انا شايفه فعلا بامانه احسن مصدر ممكن تتعلم منه سايبر سيكيورتي، اندرويد بنتست انا اسف. فعلا احسن مصدر. مم. يعني شارحين الكومبوننت كويس جدا، شارحينها بطريقه كود، بطريقه عملي، حاطين لابات محترمه واحد يحل عليها. خلصت والله تمام دلوقتي هيكس 3 وانت شغال فيها. ممكن بقى تبدا ايه، ممكن تبقى مثلا تحل على موبايل هاكينج لاب. يعني مثلا انا دلوقتي اتعلمت توبيك مثلا معين، والله مثلا نفترض اتاك اسمه انتنت هايجاكينج مثلا. فانا هبدا ان انا اروح اشوف ازاي بقدر ان انا اطبق عملي على ده في لاب حقيقي. وممكن اصلا في موبايل هاكينج لاب تلاقي ان في حاجات يعني ابسط من الموجوده في اكس 3، تبدا انك تحلها عادي. مم. وطبعا يعني تبقى تشوف قناه اليوتيوب بتاعتي، انا برضو بشرح فيها موبايل هاكينج لاب. وفي اندرويد بلاك بيلت، بس ده انا زي ما قلت لك هو مش بيشرح الاتاكس كويس، هو مش بيشرح الاتاكس كلها. في اتاكس كتيره جدا 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 بتسقط من الواحد. بس مناسب ففاكر ان هو لشخص، خلاص. بس بلاك بيلت مناسب لشخص يعني لسه بيبدأ الفريست ستيب بتاعته، ولا ما تنصحش بيه قطعا؟ لا لو واحد لسه بيبدا طبعا ممكن يبدا بيه، بس انت عندك اكس 3 ببلاش. أوكي. فاهم؟ ماشي. وده ناس بيجهزوك ان انت ابدا بقى خش هانت. مش بيقول لك بقى تعلم الكلام ده لاجل انك تتعلمه، لا ابدا هانت. مم. بس ودي نقطه لازم اوضحها، ان هيكس 3 بيبقى معتمد شويه ان انت فاهم الكومبوننتس اللي بتتقال، عشان هو رتم الشرح بتاعه سريع. فانت لو لسه مش متمكن، لا ما تبداوش دلوقتي عشان هتحس نفسك متلخبط شويه. جميل. جميل. بعد كده عندك بلاك بيلت زي ما قلت لك، بيشرح اساسيات كويس، بيشرح كومبوننتس كويس. بس ده بس بيشرح كومبوننتس بس. التاجز بتاع مش عارف ايه لا. وكمان الكورس اوتديتد جدا. يعني في حاجات كتيره جدا هو بيشرحها خلاص ما بقاش ليها اصلا التاجز. في حاجات كتيره جدا هو مش شارحها وهي اصلا بقت اساسيه دلوقتي الواحد يبقى عارفها. فلا ما مش احسن حاجه لو انت ايه، الموضوع بالنسبه لك يعني كبير وهكذا. جميل. اوكي. بعد كده في كورس بتاع داوود يوسف. باشمهندس داوود كان عامل كورس كورس اندرويد بنتست. انا بصراحه ما شفتوش، بس في ناس كتير شكروا فيه. برضه بيشرح فيه ناس الدنيا، بيشرح فيها اندرويد انا بنتست انا عن وكلام من تجربتي ده. مع انا عن تجربتي مع الكورس ده بصراحة كورس كويس يعني، انصح بيه انا بريكومنده بصراحة لاي حد يعني عايز يذاكر اندرويد. بالظبط. هو ايه اسمه برضه محتوى عربي برضه بدل ما تقعد تترجم وبتاع والكلام ده كله. ماشي. بس انا ما جربتوش، فلو انت جربته يا عمرو خلاص يعني ايه تاخد منه بالجمله. لا انا جربته بصراحة، كونتنت محترم جدا يعني. يكفي بس ان اللي بيقدمه يعني حد زي باشمهندس داوود يعني ما شاء الله عليه. عندك بقى الكورس بتاع باشمهندس محمد فتحي. باشمهندس محمد فتحي يعني من اتقل الناس انت ممكن تتعلم منهم اندرويد بنتست. بس المشكله ان الكورس لسه بيبدا، هو لسه بيبدا تسجيل في فيديوهات. فعشان كده ايه، ما تبداش اللي هو ايه انا هبدا مثلا اخد، هو دلوقتي تقريبا منزل 5 فيديوهات تقريبا. امم. فلا لسه حاجات بيسكس عشان هو يعني جايب الموضوع من تحت قوي. فانت لو هتفضل بقى تستنى الكورس وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، لا انت مش هتخلص. فانت ايه خليك مثلا شغال في دول، ومثلا ايه باشمهندس محمد فتحي نازل فيديو روح اتفرج عليه، وهكذا. فاهم اللي هو ايه، خد اللقطه مثلا من كل واحد، خد احسن حاجه من كل واحد. هيكس 3 والله ده بيكلمك باك باونتي حلو. موبايل هاكينج لاب ده بيشرح لك كومبوننتس كويس جميل. مش عارف مثلا بلاك سوري اندرويد بلاك بيلت بيشرح كومبوننتس كويس.
انا مثلا بشرح لك الموضوع بشكل عربي ومبسط وبتاع. باشمهندس داوود طبعا خبره وبروجكت كتير والكلام ده، فهو فاهم اكتر مني. باشمهندس محمد فتحي جايب الموضوع من تحت قوي. فانت ج- ايه، خد الحلو من كل حاجه. جميل. جميل. مش بقول لك، مش معنى كده انا بقول لك شتت نفسك. لا، مم. عشان الناس ما تفهمنيش غلط. انت لقيت ريسورس كويس وتفهم منه، خلاص امسك فيه يا عم. مش انا ما دام دايما انت فاهم انا طبعا. دايما حتى برضه حته الرود ماب ديت انا مش معترف بيها بصراحه، لان ايه، كل واحد بيكون له دماغه والتوجيه بتاعه هو، فكل واحد على حسب الدماغ اللي هي مسستماه يعني. بالظبط. وانا هقول لك الكورس الفلاني نفع معايا، طب انا يا عم بفهم انجلش انت ما بتفهمش، معنى كده انك ما تذاكرش؟ لا. فايه، عندك مثلا باشمهندس داوود ذاكر منه يا عم. طب لا، انت شخص بيفهم انجلش يا عم وبتعرف تسمع وبتاع، طب خش يا عم على اكس تي واندرويد بلاك بيلت، وهكذا بقى كل واحد ايه وعلى حسب هو عايز ايه. جميل. جميل. دلوقتي خلاص انت ما شاء الله عليك يا عم، بقيت جامد جدا في الاندرويد بالتست والدنيا بقت تمام معاك. ابدا بقى حل. فهتحل على ايه؟ في عندك الابلكيشنز دي بتكون فارنبل بقصد، بس يعني معظمها بتكون اوتديتد. يعني اول سيف ده وبيت الباك الاثنين دول فيهم ثغرات خلاص اوتديتد جدا، ما بقتش موجوده اصلا، موجوده من ايام مثلا اندرويد فيرجن 7، اللي ما مم. يعرفش لحد دلوقتي في اندرويد فيرجن 15 اصلا. فايه، في ثغرات فيها اوتديتد. مم. فمثلا لو هتحل، والله انت ممكن تحل في دي جيت هاب بيج موجود فيها ريسورس كتيره جدا، سي تي افات كتيره جدا للاندرويد. عندك برضو موبايل هاكينج لاب عليه برضو لابات كتيره جدا محترمه. هيكس تري كل جزئيه هو بيشرحها بيحل عليها. جميل. خلاص جميل. انت خلصت الكلام ده، خش بقى هانت. افتح هانت يا عم وعيش بقى على الابلكيشنز. جميل. جميل. طيب، عايز اعرف منك يا انس، ايه النصيحه اللي انت كنت تتمنى حد يقولها لك قبل ما تبدا الاندرويد بنتست؟ ده بقى ايه، نفتح الكاميرا تاني. اوكي. تمام زي الفل كده. بص، بصراحة يعني أنا فيا مشكلة إن أنا ممكن أقعد أذاكر الحاجة نظري وأحل مثلا ستيفات وبلابات والكلام ده كتير جدا، وأنسى أصلا إن أنا أخش غلط. مم. يعني دي للأسف مشكلة موجودة عندي كبيرة جدا. مثلا ممكن كمان برضو تبقى عندي عقدة اللي هو إيه، مثلا الخوف من إن أنا أبدأ في الحاجة وأتعمق فيها أوي. لو مثلا أنا خايف أخش جوه أندرويد أبلكيشن وأخش أدعبس فيه جامد، بحيث ان انا بتوه كده في النص بتاع، فلا يعني ايه. اه. هقول مثلا نصيحه لحد، اقول لك لا يا عم، انت دلوقتي مثلا اتعلمت حاجه معينه، خش اعرف هي شغاله ازاي قوي، وخش شوف الكود وخش جرب بقى، فكر ازاي هتجيب امباكت والكلام ده كله، وخش ودوس جامد في الموضوع. طب مثلا يا عم انت ما بتفهمش، شات جي بي تي يا جماعه هو اكتر واحد ممكن يساعدك بجد. انا شات جي متعلم، بي تي بقى. انا عن نفسي انا متعلم اكتف دايركتلي منه والله، من كتر الاسئله اللي سالتها له. اللي هو يعني يا عم شات جي بي تي، ديب سيك بتاع اي حاجه مش فارقه، المهم انك ايه، امسك كده الموديل ده واقعد اتكلم معاه كأنه واحد صاحبك. مم. اقسم بالله هيطلع لك بشويه معلومات مش هتاخدها من اي كورس. وقول له طب ده ليه بيحصل، طب ده ليه بيحصل. ممكن اصلا يجي يقول لك ايه، اصل الكلام ده اصلا امبلمنتيشن في جافا نفسها. وممكن اه. يقول لك ايه، لا اصل الكلام ده بقى امبلمنتيشن مثلا في الاندرويد فيرجن كذا، وكان في فيرجن كذا بيتعمل بالطريقه الفلانيه، بس لما وصلنا لفيرجن كذا اتغير، وهكذا. فانت ايه، لا انت ادخل وعيش مع شات جي بي تي، وما تكسلش، اقعد يا عم اتكلم معاه بالثلاث واربع ساعات. هتلاقي نفسك لما تقعد في قعده مع ناس بيقولوا ان هم كمان بيذاكروا اندرويد بين تيست، انت هتلاقي نفسك عندك نولج اعلى منهم. تلاقي نفسك اللي هو ايه، لا ده واحد مثلا بيكلمك بيقول لك اصل والله الكومبوننت الفلانيه بتعمل كذا، يقول لك اه هو بيعمل كده علشان كده، وانت ممكن تعمل كده عشان تعدي الحته الفلانيه، وانت ممكن تعمل كذا تعدي الحته الفلانيه. فانت خلاص بقى دماغك شغاله على طول، دماغك على طول بقت شغاله، ما بقتش بتقعد كتير وانت بتفكر، لا انت قاعد بتشوف الكود، عارف ده بيعمل كذا، ده بيعمل كذا، ده بيعمل كذا. وخش وبهنت وشوف اكواد مختلفه، وشوف الكود الاوفستيكيتد والكود اللي مكتوب عادي والكود اللي مقفل والكود اللي مفتوح لك على البحري. وجرب كل الميثودولوجي. واحد يقول لك ايه، حطه على سكانر يطلع لك، واحد تاني يقول لك استخدم تول اسمها دروزر، واحد تاني يقول لك مش عارف في تول اسمها مش عارف اوستر لاب، وهكذا. جرب كل دول وشوف انهي اللي احسن لك. وشوف مثلا الابلكيشن الفلاني والابلكيشن الفلاني، هتلاقي لوحدك كده بعينك هتلاقي فيه باترن انت ماشي عليه. اه مثلا ده مثلا مثلا الديفلوبر بيمبلمنت الحاجه دي بلايبرري معينه، وانا عرفت ان اللايبرري المعينه دي معظم الديفلوبرز لما بيستخدموها بيغلطوا في المكان المعين، فانا عارف ان انا داخل عارف هلاقي الثغره فين. وهكذا لغايه ما انت خلاص كده عقلك كده بقى خلاص كده ايه، خريطه. انت شفت الابلكيشن ده، انت عارف ان هو يبقى فيه ثغره الثانيه الثالثه الرابعه، عارف هتلاقيهم فين، عارف بيعملوا ايه، وعارف هتجيبهم ازاي. جميل. جميل. طيب، عايز اعرف منك ايه الستبس او الميثودولوجي اللي انت بتمشي عليها من اول ما بيجي لك انجيجمنت على اندرويد بنتست لحد مرحله البوست انجيجمنت، يعني بص من اول بقى البري انجيجمنت لحد البوست انجيجمنت. جميل. بص دلوقتي انت معظم الانجيجمنتس اللي بتيجي هي بتبقى ويب واندرويد ابلكيشن. جميل.
فانا كده في الاول ببقى عندي مثلا زي دوكيومنتيشن او بيبقى عندي ورك فلو للابلكيشن بيعمل ايه. الابلكيشن الفلاني مثلا ده انت هتمشي هتنفايت يوزرز هتمانج بروجكتس مش عارف ايه كده، انا فاهم الابلكيشن ده بيعمل ايه كله. امم. جميل. بدات ان انا دلوقتي اقعد وافهم افهم الفلو بيعمل ايه وافهم كل حاجه من الويب ابلكيشن. ليه؟ جميل. عشان الويب ابلكيشن بيبقى اسهل بكتير جدا من الاندرويد. ودي جميل. ايه يعني قاعده كده انت تعرفها على طول. ايه الشاشه تحسها اكبر، تحس انك واخد راحتك اكتر. فايه لا الدنيا بتبقى ابسط بكتير جدا في الويب ابلكيشن. امم. فابدا ان انا افهم الفلو بتاع الابلكيشن كويس واشتغل واطلع الفايندنجز بتاعتي كلها في الويب ابلكيشن. اقعد مثلا في 3 4 ايام مثلا في الويب ابلكيشن اشتغلت عليه خلصته بتاع تمام. ايه في الباقي ايه الويب ابلكيشن. تعال دلوقتي على الاندرويد. الاندرويد لما انت تبقى شغال على في التيست بيبقى عندك نسختين من الابلكيشن، واحده شيلدد واحده اون شيلدد. الشيلدد دي بيكون محطوط عليها شويه سكيورتي سكيورتي ما ايه سكيورتي ريستريكشنز بروتوكولز. يعني. بالظبط كده ريستريكشن محطوطه بحيث ان هي حاجه ايه اشبه بالفاير وول شويه، يعني هي مش هي قوي يعني بس ايه اشبه بالفاير وول شويه. امم. فانت بتبدا ان انت ايه تباي باس وتشوف ازاي هتعدي والكلام ده. وبيبقى في نسخه انشيلد جايه من غير الكلام ده كله بحيث انك تخش تتست على طول الفانكشن بتاعت الابلكيشن نفسه. ليه؟ زي عشان وايت كده كده بوكس احنا عارف تيستنج كده. تقول إيه؟ زي وايت بوكس تيستنج كده. بالظبط كده. وكده كده انا هعدي الامبلمنتيشن دي، يعني خلاص هي كل اي حاجه في الامبلمنتيشن دي ليها باي باسز. فانت مم. كده كده هتعديها. فانت ايه بتخش على طول على الانشيلد وتشتغل. وتبدا بقى ان انا ايه دلوقتي ابدا ان انا افتح الابلكيشن اشوف ايه الفروقات في الفانكشنز اللي موجوده ما بين الاندرويد والويب ابلكيشن. لا اصل الاندرويد ابلكيشن مثلا كان في فيتشر مثلا ريديم كوبون دي ما كانتش موجوده في الويب ابلكيشن. فمعنى كده ان ممكن الاي بي اي بتاعها ما يكونش حد عمله تيست قبلي. فابدا ان انا اجرب اعمل تيست عليه واجيب الثغرات بتاعتي اللي موجوده فيه وهكذا. وكاني ايه بشتغل على الابلكيشن من الاول اشوف الفيتشرز اللي موجوده ايه اللي مش موجوده الكلام ده كله. بدات ان انا افهم واتعامل وبتاع خلاص دلوقتي كده أنا حفظت الابلكيشن تاني. فهل انا هرجع بقى وانترسبت الترافيك والكلام ده تاني؟ والله على حسب. في اندرويد ابلكيشنز بتكون شغاله بنفس الاي بي اي بتاع الويب. في الحاله دي ملهاش لازمه انك تفتح وتجرب ان انت تيست تاني والدنيا دي كلها، لا ده كده ملوش لازمه كده تضييع وقت. انت هتست نفس الاي بي اي هتطلع نفس الثغرات وهتجيب نفس كل حاجه. جميل. امم. والله لا انت دلوقتي مثلا اي بي اي مختلف ده انت تبدا بقى تيست بتاعك من اول وجديد. هتطلع فايندنجز مختلفه بليله مختلفه وحاجات كتير جدا مختلفه. جميل. جميل. بدات بقى خلاص وانا خلصت حته الدايناميك دي وخلصت حته السورس الريكوست والاي بي ايز والكلام ده كله. ابدا بقى في الابلكيشن كستاتيك ببدا اعمل ايه ودي متهيألي يعني اللي انت اصلا كنت عايز توصل لها من الاول خالص يعني. امم. ابدا ان انا اعمل ايه ابدا والله ان انا اشوف الاندرويد مانيفست ده بيكون زي خريطه للابلكيشن بتاعي. ابدا ان انا اشوف ايه الكومبوننتس اللي موجوده. ابدا اشوف ايه الفولنربيلتيز اللي ممكن اطلعها كده بالنظره في مثلا مثلا بيكون فلاجات معينه زي مثلا allow باك اب allow ديباجبل. دي مثلا بتكون كلها حاجات موجوده كده ايه بتبقى له هانجنج فروتس كده ايه واحد بيبلغها له مثلا. امم. فانت ايه بلغ الحاجات دي كده على طول و90% من الابلكيشنز فيها الحاجات دي. جبتها تبدا بعد كده انك تخش مثلا تشوف ايه الاكتيفيتيز اللي مسموح لك تتعامل معاها. بعد كده تبدا انت تخش تشوف بقى الاكتيفيتيز دي والكومبوننتس دي تشوف الامبلمنتيشن تشوف بتعمل ايه. تمسكهم كومبوننت كومبوننت. والله ده مثلا كنت بروفايدر مثلا ايه مش مسموح لك انك تتعامل بيه من ابلكيشن خارجي بس مسموح لك ان انت تاخد البرميشن من ابلكيشن خارجي. فجرب ان انا العب على الحته دي احاول ان انا اوصل للحته دي. طب والله ده مثلا ابلكيشن مثلا في حته ان هو مثلا بيعرض مثلا حته ويب ابلكيشن مثلا عنده. وده ممكن نبقى نشوفه قدام يعني. حته مثلا ويب ابلكيشن موجوده فيه. فدي انت هتفتحها زي تفتحها والله مثلا باستخدام يعني انت عارف انت بترندر جواها يعني اتش تي ام ال وجافا سكريبت وكده. فانت هتجرب تجيب فيها ايه بقى عارف الفايندنجز عارف هتبص على انهي امبلمنتيشن ممكن تبقى محطوطه غلط. والله ده بيسمح بجافا سكريبت والله ده بيسمح ان هو يقرا فايلز من عنده. فانا معنى كده ممكن اجيب اكس اس اس معنى كده ممكن اجيب منها ال اف اي وهكذا. فانا جميل. دلوقتي شغال ماسكهم كومبوننت كومبوننت. الكلام ده كله ايه في ناحيه وفي ناحيه تانيه انا حادف الابلكيشن بتاعي على سكانر. سايب السكانر شغال وقاعد بيطلع ايه يقول لي ده في فايندنج هنا ده في فايندنج هنا ده في فايندنج هنا. بعدها ابدا ان انا تفاليديت عليها بقى. بالظبط كده ابدا ان انا فاليديت ان 90% من الوقت الحاجات دي بتبقى اي هبل بتبقى فولس بوزيتيف. فوز وسط فعلا. لسه من كام يوم كنت شغال على ابلكيشن وراح لقيته مصوت لي بيقول لي زيرو كليك اكونتنج اوفر وفيها اوس هايجاك ومش عارف ايه. جيت اصلا افتح اشوف لقيت الابلكيشن اصلا عامل السكيورتي ميكانيزم والسكانر مش واخد باله. فرحت قافل الاسكانر اصلا وقلت بقى انا هشتغل مانيوال مش ناقصه. المانوال تيستنج احلى بس حاجه، احلى حاجه بصراحه. تقول ايه بقول لك المانوال تيستنج احلى حاجه يعني. بالظبط انا داخل انا عارف انا بعمل ايه عارف بدور على ايه.
السكانر هيزاولني، هيقعد يقول لك زيرو كليك، طب هيقعد انت يقول لك مش عارف ايه، لا ايه الاولويات بتاعتك يا انس وانت شغال؟ يعني انت وانت معاك البروجكت، ايه الفانكشناليتيز المهمه او اللي هي بتكون ايه الريسك بتاعها عالي او نسبه ان انت تطلع فيها فايندنج كتير؟ ايه الاولويات بالنسبه لك وانت شغال؟ ويب ولا اندرويد؟ لا اندرويد. بص، كاندرويد هي اكتر ثغره بتطلع فعلا 90% من الوقت، هي ثغره الانتنت ريدايركشن. اه. دي ثغره من الاخر كده، الانتنت ممكن تقولها ان هو ايه، رسائل بين الابلكيشنز. انا هبعت لك مثلا، انت عمرو، اقول لك مثلا ايه، ابعت لي داتا معينه. هبعت لك مثلا اقول لك والله يا عمرو انا عايزك مثلا ايه، مثلا تاخد صوره، تفتح تبعت لي فايل، تعمل مش عارف ايه. فدي ايه، ميكانيزم رسائل بين الابلكيشنز. فالانتنت ريدايركشن ببساطه ان انت هتاخد ان انت هتبعت الانتنت بتاعتك دي ليا، وانا اللي هستخدمها. فانت مثلا ممكن تبعت لي انا رساله، بتقول لي الرساله دي يا انس ادي بيرميشن معين لعمرو. فانا لما اخد الرساله دي واستخدمها انا، ايه اللي هيحصل؟ غصب عني هقوم مديلك بيرميشن. صح. خلاص كده الابلكيشن بتاعك بقى معاه بيرميشن. جميل. فهي دي اكتر ثغره موجوده، واكتر ثغره بتتبلغ اصلا في جوجل في ار دي بي. انترودكشن موجوده كتيره جدا. طيب. بيكون الابلكيشن عامل حاجه كده اسمها بروكسي. بروكسي ده اللي هو ايه، بياخد انتنس من الابلكيشنز التانيه، هو يرندرها عنده. عارف بتستخدم الكلام ده امتى؟ مم. لما تيجي مثلا يبقى عندك مثلا الواتس في نوتيفيكيشن، وتيجي انك ترد على حد. عارف لما ترد على حد بيكون في اه. نوتيفيكيشن والكلام اه. ده. طب انت ما فكرتش انت ازاي بتعمل اكشن في الواتساب من بره الابلكيشن نفسه؟ ما انت مديله بيرميشن قبل خالص. كده. تقول ايه؟ بقول لك ما انت مديله بيرميشن قبل كده. لا، ما فيش بيرميشن دلوقتي. انت امم. فين البرميشن الموضوع؟ انت اصلا مين اللي بيعمل الكلام ده؟ السيستم يو اي. بس السيستم يو اي اصلا ملوش احقيه ان هو ياخد البرميشن ده. طب ايه اللي بيحصل في الخلفيه من الكلام ده؟ الواتساب بياخد الانتنت او الرساله بتاعه السيستم، ويبدا هو يرندرها. فخلاص بقى في الصلاحيه، الانتنت دي بقى ليها صلاحيه، اللي هو ايه، ابعت رساله. خدت امم. بالك؟ فهمت. فانت لما سيستم يبعت الرساله، الواتس يقوم واخد الرساله دي يستخدمها هو عنده. فالفكره هنا، طب افرض انا الرساله دي اصلا انا بعتها رساله ماليشيس حاجه، انا يا عم بقول لك هات لي اكسس على الداتا بتاعتك كلها، والواتس مثلا من غير ما يتشيك راح موافق. ايه اللي حصل؟ بقى ليه اكسس على الرسائل بتاعتك كلها والصور والكلام ده كله يعني. فدي اكتر ثغره بتكون موجوده فعلا. تقريبا الثغرة دي كانت في مؤتمر ديفكون اللي بيحصل في أمريكا ده، كانوا اتكلموا عن الحتة دي قبل كده، كنت شفت فيديو على اليوتيوب. طيب، امتى اوصل او لما يعني امتى لما اوصل لليفل معين في الاندرويد بنتست اقول انا هبدا اذاكر دومين تاني؟ يعني اهني ليفل في الاندرويد كده اللي انا اقدر اقف عنده اقول انا هذاكر مثلا نتورك، مثلا ويب. بص، لما توصل لمرحله اللي هو ايه، وده عموما مش الاندرويد بس، ده الاندرويد والويب واي دومين تاني، لمرحله ان انت بدات تحس بتكراريه في الموضوع. يعني دلوقتي لما تيجي تخش على دومين جديد هتلاقي نفسك كل يوم بتتعلم حاجه جديده. مم. كل يوم مثلا خارج باربع خمس افكار جداد. والله مثلا قرات رايت اب مثلا بيقول لك من اكس اس اس بس ما فيش اتش بي اونلي، فازاي استغلها؟ فدي مثلا ايه، لا دي فكره حلوه، سوري اكس اس اس وفي اتش بي اونلي، فازاي استغلها؟ فدي فكره حلوه. طب لا، انت ممكن اصلا تخش يعني بعد الوقت بقى تلاقي الكلام ده خلاص يا عم دي فكره عبيطه كل حاجه. مم. فنفس الفكره في الاندرويد. الاندرويد مثلا انا هخش لسه بتعلم، شفت كومبوننت جديد، ده ايه ده، انا مش فاهم، انا اروح اذاكره. طب مثلا انا وانا ماشي مثلا لقيت فلاج جديد او كونفيجريشن جديد انا اول مره اشوفها، اروح اسجلها. مثلا وانا شغال لقيت حاجه اسمها اي اي دي ال. يعني ايه اي دي ال دي اصلا؟ اروح اذاكرها. وهكذا. والموضوع ده اي اي دي ال ده اللي ما بيعرفش يعني، ده كابوس اصلا يعني. طيب. ايه. فهتبدا ان انت مم. معلش بس خلاص، بس هتبدا ان انت خلاص بتقابل حاجات جديده كل يوم كل يوم كل يوم. لا انت لسه فيك حته تتعلمها. مجرد ما بدات انك تفتح وتهنت، ولما تقابل سيناريو مثلا ابلكيشن جافا تشتغل ازاي، ابلكيشن كوتلين تشتغل ازاي، ابلكيشن مثلا شغال بفلاتر، ابلكيشن بزامرين رياكت، الكلام ده كله انت عارف انت بقيت شغال ازاي في معظم السيناريوهات اللي بتقابلك. اللي هو من الاخر كده انت مش، انت خلاص مشيت الطريق اللي كل الناس بتمشيه، وخلاص مفيش حاجه جديده بتتعلمها كل يوم. لا ساعتها فعلا ممكن تنقل. طيب، انت دلوقتي انت حط نفسك مكان التكنيكال اتش ار. حلو، او الاتش ار اللي هو بيكون ايه التكنيكاليتي، يعني المهندس اللي انت بتقعد معاه يقيس التكنيكاليتي بتاعتك. ايه هي المينيمم ريكويرمنت الواحد جونيور جاي بيقدم؟ يعني انت دلوقتي اهوت مثلا كريكروتر اتطلب منك ان انت تعين حد جونيور اندرويد بنتست. ايه المينيمم ريكويرمنت اللي انت بتكون عاوزها؟ انا عارف ان هو السؤال ممكن يكون تقيل شويه، بس هو ايه، انا عايز اعرف منك الحته دي عشان بس يعني ايه، ما حدش يتسحل في سحله الكورسات ديت، لان الكورسات ما فيش اكتر منها والماتيريال، فايه يقعد يتشقلب ويمين وشمال وكده. فانا عشان يقف عند حد معين ويبدا يقول يلا انا هبدا ان انا ايه او جوين في وظيفه. بص،
هو مشكله الناس زي ما انت قلت ان هم بيقعوا في حته الكورسات جامد قوي، امم. وينسوا اصلا ان احنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان اقدر اهنت. يعني انا بذاكر وبتعب بتاع عشان اقدر اهنت، فانا جاي لي واحد، فانا هبدا ان انا اساله سيناريوهات. ده يعني معظم، يعني اصلا يعني 90% من البروسيس في مصر بتمشي كده. انا هقعد معاك في الاول، اعرف انت مين، اعرف ذاكرت ايه، عملت ايه بتاع. ابدا ان انا اسالك اسئله بيسك. مثلا لو عندك مثلا الثغره الفلانيه ايه على امباكت ممكن اوصل له بيها، الثغره الفلانيه اوصل منها لايه. لو في حته اندرويد فانا اسالك على كومبوننتس معينه، اسالك الكومبوننت الفلاني بيعمل ايه، الكومبوننت الفلاني بيعمل ايه، وابدا ان انا ادخل معاك ايه، يعني كده ايه، بجس الميه من الاخر. امم. لقيت خلاص، عرفت انت مستواك فين، انت هنا ولا هنا ولا هنا. ابدا بقى انا اسالك في سيناريوهات، احدث عليك سيناريوهات. ايه السيناريو اللي بيتكرر للناس، السيناريو التقيل، السيناريو اللي اول مره تشوفه في حياتك اعرف انت هتفكر فيه ازاي، السيناريو مثلا اللي خلاص بقى تافه وبتشوفه في رايتك كل يوم. يعني انا فاكر ان انا قاعد في نفس الانترفيو، حد شرح لي، يعني حد سالني كده سؤال، كان كود سنيبت للتشينج ايميل. انت امم. بتكتب الميل بتاعك وتعمل تشينج. فدي خلاص، دي محفوظه، انت هجرب يا اما ايدور يا اما سي ستار اف، هي خلاص فاهم، بقت محفوظه لكل الناس. امم. فده مثلا سيناريو ايه، سيناريو عبيط، سيناريو سهل. واحد تاني مثلا قاعدين في انترفيو، او حتى مثلا سالني سؤال بيقول لي ايه، لو انت عندك اندرويد ابلكيشن، والابلكيشن ده مش شغال بواي فاي، لا ده شغال بداتا، انت واخد بالك، مش بواي فاي، شغال بداتا، امم. هتنترسبت الترافيك ازاي بالبروكسي؟ انت واخد بالك؟ اصلا حته البروكسي قليله الادب دي. بالظبط، سؤال لففني شويه، اللي هو اصلا ده اصلا فكره الاندرويد اصلا اللي بيخليك تقدر تنترسبت الترافيك بالفيرب، ان هي الترافيك خارج من الواي فاي. امم. فانت بتقدر ان انت اصلا تخش وتنترسبت وتعمل تمام. طب افرض هي شغاله بقى خارجه بقى من الداتا، فانت كده اصلا خلاص، انت قفلت الدنيا يا باشا، مش حاجه ممكن تعملها اصلا. طيب، فانت بتبدا بقى في الحته اللي هو ايه، الحته اللي هو ده، ابدا بقى انا افكر، يعني ده سؤال يعني ما بيتسالش، عايز حد محدش صايع. يعني. اه. بالظبط، فانت بقى انك تشوف بقى انت ايه هتحفرك ازاي، لو انت قاعد معاهم في الشركه في السيناريو ده هتعمل ايه. ده واحد بس تسالني سؤال تاني، الاكس اكس اي هل تقدر توصل منها الار سي اي ولا لا؟ هو عموما يعني الاجابه على السؤال ده تقدر توصل، بس ازاي؟ ايه الفانكشن اللي هتستخدمها، هتعمل ايه؟ امم. وممكن مثلا اراهنك ممكن 90% من اللي قاعدين ما يبقوش عارفين اصلا ايه هي الاكس اكس اي اصلا. فانت تخش على حته اللي هو ايه، لا ده انت بتسال في اسئله ادفانسد الادفانسد، واخد بالك؟ امم. فيبدا الموضوع اللي هو بيتحول اللي هو ايه، انا عايز اعرف انت تفكيرك شغال ازاي، ردك هيبقى ايه. انا صراحه قعدنا في الانترفيو ده قلت له انا ما اعرفش. قال لي هتعمل ايه، قلت له هفتح اسيرش 10 دقايق وهبقى عارف لك الاجابه. قال لي طب هتعمل ايه وبتاع، قلت له اهو فتحت الشير، فتحت له شات جي بي تي ورحت قايل شات جي بي تي هاو تو جيت ار سي اي فروم اكس اكس اي، وفتح لي وجاب لي وبتاع ومش عارف ايه، قلت له اول اجابه اهي. قال لي ايوه بس بتاع، قلت له ما انا قاعد معاك في الانجيجمنت، انا معايا شات جي بي تي، ابدا ان انا اقعد اتكلم معاه اوصل منه الحل وبتاع. هو قال لي مش عايز خلاص يسمع، تمام. هو مش عايز يسمع منك كلمه لا، هو عايز يعرف منك سيناريوهات او اللي هتسيرش ازاي. بالظبط، حفرك، توصل لي انك حفرك. ده في ناس دلوقتي يا جماعه بيبقوا قاعدين قدامهم سيناريو، بيحكوا لشات جي بي تي ويقولوا له ايه الثغرات اللي ممكن اطلعها هنا. انا خلاص، انا كأنس غلب حماري، خلاص انا جبت كل الافكار اللي ممكن اجيبها. يا امم. شات جي بي تي بقى انت ممكن تعمل ايه؟ ويبدا هو فعلا يقول لك افكار، وفيها افكار صح وافكار مش شغاله وافكار فاليد وافكار اصلا غبيه. يعني في مره كنت شغال معاه على اندرويد ابلكيشن، بقول له السيناريو ده اعمل فيه ايه، قال لي لو عاوز الثغره دي انها تشتغل خش عدل على السورس كود بتاع الابلكيشن هتلاقيها اشتغلت معاك. طيب. هو بيقفل معاك اصلا، بس يعني ايه ال 20% و30% من الوقت اللي بينجح فيها دي بتضرب، ان الفكره دي ما حدش بيفكر فيها غيرك، فاهم؟ يعني برضه هنرجع للنقطة الأساسية بتاعتنا، أنت يكون أنت كجونيور رايح تقدم على بوزيشن، لازم يكون معاك المينيمم ريكويرمنت اللي هو أنت متأسس صح من الآخر. بالظبط، وخد بالك برضو، يعني دي برضو حاجه معينه، ان مش كل الشركات في مصر واحد. امم. الجونيور في شركات معينه مش جونيور في شركات تانية. في يا جماعه ناس ممكن يخشوا شركات كبيره زي سوي شيل، وهو اصلا معاهم البيسكس معاهم اكس اس اس بس اصلا. امم. طب هما بيخشوها ليه؟ والله بقى اي تي اي ان تي اي الكلام ده. طب ناس تانية مثلا بيخشوا شركات زي شركات مثلا زي بتاع ده. يعني ده مثلا برضه ما يقولش ان سايشن ما فيهاش ناس تقال، لا ده فيهم ناس اتقل مني ومنك عادي، امم. واسمهم برضه سكيورتي انجينير وانا عادي جدا. بس انا بقول لك على ايه، على فكره ان هو عموما الناس دي بيكون في شغل. المشاريع جوه تختلف عن البوزيشن. يعني أنا أعرف ناس جونيور في أماكن، بس لو رحت أماكن تانية تكون سينيور فيها، والعكس صحيح. بالظبط. أنت بالظبط، فاهم؟ مثلا احنا في عندنا شركات هنا في مصر، شركه مثلا زي ايه، زي مثلا ايسك، زي مثلا زي زيرو سبلويت، زي مثلا زي اسمها ايه كمان، انوفا سيستم. دي شركات تقيله، وبروجكتات اللي بيجي لها بروجكتات تقيله،
والناس اللي موجوده هناك ناس تقيله، فانت لما تيجي تخش تقدم على مكان زي ده، فهو عاوز يضمن ان انت لما تخش جوه هتبقى قد المكان ده وقد البروسيس اللي هتخش. انا مش عايز وهتضيف برضه كمان ادخل حد للشركه، يعني هي وهتضيف كمان للشركه، ما انتش داخل اسم كده وخلاص او داخل كمالة عدد. بالظبط. يعني مثلا في شركات بتعمل كل فتره مثلا ان نقعد مثلا إحنا دلوقتي في الشركه، انت يا انس الاسبوع اللي جاي مثلا هتشرح فكره الانتنت ريدايركشن، تشرح لنا مثلا فكره الثغره دي، فاقعد يلا حضرها يا انس وبتاع، والاسبوع الجاي تشرحها. فانت عايزك انت تفيد التيم اللي معاك، تبدا ان بالظبط. انت تحسنه اكتر، تزق التيم، فاهم؟ بالظبط. والتيم التاني لما يشوف لا ده انس الشخص اللي لسه داخل مثلا بقاله شهر بدا بيشرح ثغره تقيله زي دي، فلا ده انا المفروض انا كمان اشد، فكده تلاقي التيم كله قاعد بيشد في بعضيه كده، اللي فيبدا هو ان هو اللي هم ايه يطلع. بيساعدوا بعض. بالظبط كده. طيب يعني مثلا ايه التولز؟ شركات، اه، كمل كمل كمل. في شركات يقول لك لا انا عايزك تبقى معاك البير مينيمم، يقول لك انا عايز يبقى عندي شخص قوي، عاوز شخص يبقى مثلا فاهم الاساسيات وانا هعليه، عشان هي كشركه تستحمل ان هي تجيب شخص ضعيف تكنيكال نسبيا بالنسبه لناس تانية، بس هو عايز شخص محترم عنده سوفت سكيلز بيعرف يتعامل، وابدا بقى ان انا اعليه مع نفسي. يا عم ايه يا عم كبرها ايه، 5 6 شهور، 5 6 شهور هيتعجن شويه في البروجكتات وهيبقى زي الفل، بس ان ابقى ضامن ان انا جايب شخص كويس محترم تقيل في البيسكس وانا اعليه. جميل. طيب ايه التولز اللي انت ما تقدرش تستغنى عنها وانت بتعمل اندرويد بن تيست؟ اه، انا عارف بص انا حته التولز دي. بص انا كده كده يعني ممكن اقول لك التولز الاساسيه مع اي حد، اللي هو جادكس بيعمل ريفرس انجينير، امم. اصلا هو بيوريك السورس كود نفسه بقى. الاي دي بي اللي هو اصلا بيخليني اقدر اتعامل مع الاندرويد ديفايس نفسه. الاي دي بي ده اصلا هو بيكون الكوبري ما بين الجهاز بتاعك الايميوليتور او جهاز التوصيل باليو اس بي والجهاز بتاعك. بص هو اصلا فكره الاندرويد بالتست، انت فاتح ايميوليتور عندك على الجهاز، بتحمل عليه الابلكيشنز، الايميوليتور ده متوصل بطريقه فيرتشوال للجهاز بتاعك بيو اس بي، فانت بتبدا ان انت يبقى في عندك تول كده اسمها اي دي بي، ده بيكون كوبري ما بين الديفايس بتاعك والويندوز، ويبدا امم. بقى ان انت ايه تبعت كوماندات للديفايس، تقول له مثلا مش عارف شغل لي الابلكيشن، ابعت لي انتنت، ابعت رساله، اعمل مش عارف ايه. فدي تول لا غنى عنها حرفيا. جادكس دي تول برضو، جادكس جي اي، دي تول بتخليني اقدر ريفرس انجينير الابلكيشن واوصل للسورس كود بتاعه. امم. في تول تانية مثلا اسمها فريدا، تول فريدا دي تول بتستخدم في الدايناميك اناليسيس، بتخليني اقدر في الران تايم وانا مشغل ابلكيشنز اعدل على شويه امبلمنتيشنز موجوده فيه، واقدر ان انا اشوف يعني لو حد هنا يعني مذاكر اللي هو جافا او بي شويه وفانكشنز وكده، اقدر ان انا اشوف الريتيرن فاليو بتاعت الفانكشن، اقدر ان أنا اعرف الفانكشن دي رجعت فاليو ايه والكلام ده. هتقولي طب ده مفيد امتى؟ اقول لك والله كان في فكره، يعني واحد كاتب رايتر كان في الجزئيه بتاعه التشينج باسورد، لما يجي يعمل فورجيت باسورد المفروض انها هيبعت لك 6 كود من 6 ارقام، يبعت لك على الميل صح؟ امم. فهو لاحظ ان الكود ده بيتعمل له جنريت في كلاينت سايد من الابلكيشن نفسه، اه. فراح عامل هوك على الابلكيشن بفريدا، قدر ان هو يوصل للفانكشن اللي بتجنريت الكود ده، وقدر ان هو يعرف الريتيرن فاليو بتاعتها، قدر هو يعرف الفانكشن دي بترجع انهي قيمه. يا ساتر يا فلما رب. وصل لها ورجع القيمه بتاعتها بقى معاك كود وجاب امم. زيرو كليك، امم. واتحسبت كريتيكال وكان زي الفل يعني. فدي مثلا فايده ثانيه لفريدا، فريدا دي ما اقدرش استغنى عنها. حاجه ثانيه مثلا في اندرويد ابلكيشن، دلوقتي انت شغال في الابلكيشن، قاعد تخش جوه شاشه، جوه شاشه ثانيه، جوه شاشه ثالثه، فانت بتتوه جوه، فانت عايز حاجه تكون كأن في خريطه كده شغاله جنبك، يقول لك إيه؟ انت دخلت المكان الفلاني وده الكود بتاعه، انت دخلت الاكتيفيتي الفلانيه وده الكود بتاعها، وهكذا. ففريدا فيها برضو حته دي، اللي هو يبدا ان هو يتريس انت دلوقتي في انهي فانكشن، انت دلوقتي في انهي كلاس، في انهي اكتيفيتي، ويبدا ان هو يقول لك انت مثلا لما دوست على الزرار ده الفانكشن دي هي اللي اشتغلت، لما دوست على الزرار ده الفانكشن دي هي اللي اشتغلت. طب ده مفيد امتى؟ في سيناريو لسه قايله لك من شويه. امم. كان في برضو كان في برضو حته كده ابلكيشن كنت شغال عليه برضو، كان فولنربل في حته ايه، انت لما تيجي تعمل سبسكرايب عشان تشترك يعني والكلام ده وبتاع، فخدت بالي ان هو لما بتيجي بتجرب ان انت في الاول ايه تتريس كده لما بتعمل سبسكرايب ايه الفانكشنز اللي بتشتغل، فعرفت الفانكشن اللي بتشتغل ايه هي اللي بتخليك تعمل سبسكرايب وبتبعت الريكوست والكلام ده، وبدات ان انا ابص جوه الفانكشن دي ايه الامبلمنتيشن بتاعها، اعرف هي بتعمل ايه. امم. فانا ببص عرفت ان هي بتاخد بارامترز معينه زي البيمنت ميثود، زي مثلا البلان اللي انت عايزها، زي السعر، زي مش عارف إيه، زي الكلام ده كله. ولما عرفت انا الكلام ده وما كنتش عارف اصلا اوصل لها من الجي او اي عشان الابلكيشن كان معاق اصلا واليوزر بتاعي اصلا ما كانش مسموح له ان هو اساسا، اليوزر اصلا ما كانش مسموح له اصلا ان هو يبعت يعني يبعت اصلا فانكشنز والكلام ده. ما علينا، ماشي. هو اصلا ما كانش مسموح لي اصلا ان انا ابعت ريكوستات اصلا ان انا ابقى سبسكرايب والكلام ده.
مم. فبدات ان انا يعني قابلت الريكوست اصلا من الاول من خلال الفانكشن اللي انا مستخدمها. مم. بدات ان انا قابلت ريكوست واعمل ريكوست والكلام ده كله. فلما وصلت للكلام ده لقيت ان انا بقيت فعلا سبسكرايبد وانا ما كانش مسموح لي اصلا في الاول خالص. مم. فاهم الفكره؟ قدرت ان انا اوصل ريكوست واعمل ريكوست وانا اصلا ما كنتش عارف الريكوست ده اصلا هوصل له منين. فاهم؟ فاهم. طيب. فده كلها من فكره ان انا ماشي في الابلكيشن عارف انا هنا استخدمت السبسكرايب، انا هنا عملت كذا، انا هنا عملت كذا. فانت ماشي كده خلاص، انت ماشي بقيت عارف انت ماشي في خريطه تبع الابلكيشن بتاعك. جميل. طيب انت ازاي انس انت طبعا معاك تو دومين او ثلاثه، اللي هو بس انت معاك بشكل اساسي الويب والموبايل. انا عايز اعرف منك انت ازاي بتعمل بالانس بينهم، سواء في المذاكره او في الشغل حتى. بص اقول لك على حاجه. انا في الاول خالص كانت عندي بس عقده في الموضوع ده. انا كان ايه، ممكن اقعد مثلا اسبوع بذاكر ويب، بعد كده اسبوع اذاكر اندرويد. النهارده الصبح انا هقعد ساعتين مثلا قابلت رايت اب ويب حلو عجبني فاقعد اذاكره. بعد كده مش عارف افتكرت مثلا ان انا ضميري بيأنبني ان انا مش مذاكر اندرويد فاروح اذاكر اندرويد مثلا بعد المغرب. اه. وهكذا الموضوع كان عبثي جدا. لغايه ما بدات ان هو ايه مع الوقت، والموضوع ده لما تشتغل هيبدا ان هو فعلا يساعد لك في الموضوع جدا. لما واحد يوصل ان هو يشتغل يعني وكده هيبدا ان هو ايه، انت الصبح اصلا شغلك على حسب البروجكت. ممكن تاخد بروجكت ويب، فانت خلاص انت جزئيتك من مذاكره ويب بتخلصها الصبح. امم. بعد كده روح بقى ذاكر الكورس بتاعك سواء اندرويد سواء نتورك سواء الكلام ده كله. بس النطه من الويب للاندرويد تاخدها لما فعلا تبقى متمكن من الويب. مش مثلا انت شغال دلوقتي اندرويد تلاقي واحد بيتكلمك في ثغره عن الويب، تروح ايه ده في ثغره اسمها ايه سكند اوردر سيكوال انجكشن مثلا. حلوه الثغره دي يلا نروح نذاكرها. بعد كده خلصتها طب يلا بقى نروح تاني للاندرويد استنى ده في ثغره اسمها برو تايب بوليوشن دي حلوه دي يلا نروح نذاكرها. امم. هو انت كده مش هتثبت نفسك. لا ثبت نفسك وتقل نفسك في الويب بحيث ان انت ايه بتقابلك سيناريوهات مجرد اللي هو ايه هنتات مجرد هنت كده مثلا. يعني مثلا برضو حركه بعملها. فارس وليد لما بينزل الفيديوهات بتاعته على اليوتيوب بيبدا ان هو يقول لك ايه شويه سيناريوهات كده حلوه بتقابله. فانا مثلا والله نزل مثلا الفيديو ده اقعد اتفرج عليه اسمع السيناريو. ممكن مثلا فيديو استفيد، فيديو لا ما فادنيش بحاجه ده بيقول حاجات بيسكس. فيديو لا مثلا لا جاب فكره قويه جدا. اقرا مثلا رايت اب مثلا قوي فعلا فكره فعلا قويه. فابدا ان انا ايه اقعد واسمعها واشوفها وبتاع مجرد ايه بيزود لي نولج بسيطه. بس الاساسيات والبيسكس قويه وموجوده. جميل. طيب انت كان معاك جزء براكتيكال عملي كده صح؟ ايه بالظبط. اللي انت كنت عايز تشرحه، او الجزء العملي اللي هو بتاع الدايناميك والستاتيك اه اناليسيس. طيب. ده فيه اه انت هو هياخد منك وقت قد ايه؟ ممكن نصايه كده مثلا. طيب انت معاك نص ساعة. ابدأ بقى في الحتة بتاعت العمل ديت، عشان احنا حسيت ان احنا طولنا في النظري، فعايزين جزء عملي بحيث بس نعمل بالانس بين الاتنين يعني. ده جميل. زي الفل. ايه الكلام ده جميل. ايه ده هو الديسكورد باين لي على بتاع. هقفلها ازاي البتاع دي؟ اللي هي. ديسكورد يا ابني كان عامل اوفرلي على انت شايفه ولا ايه؟ لا هو انا اللي واضح عندي انا وانت بس. لا على النوكس نفسه على الجهاز نفسه. انتوا شايفين طيب يا جدعان الجهاز كويس ولا الدنيا عكه ولا ايه؟ لا مفيش حاجة ظاهرة خالص غيرك انت يا ناس. لا اخرج من الشاشه بتاعتي اه طب استنى. وهتروح على الشاشه اللي جنبها فاهم؟ في ستريم شغال يا جدعان. اه فعلا في ستريم اهي بتاعت الشاشه بتكلم انس. على النوكس نفسه. انا الشاشه بتاعتي موجوده على النوكس. انت ده عادي ده ولا ايه؟ طيب ما علينا يعني. المهم بص انا دلوقتي مثلا نفترض ان انا هشتغل على ابلكيشن. تعالى نجيب ايه تعالى كده نجيب ده. بص دول كده شويه ابلكيشنز انا كنت بشتغل عليهم ساعات. ابلكيشن فارنبل يعني اللي هو اول سيف وبيت الباج وروت بير. تعالى مثلا نجرب ان احنا نشتغل على ايه. تعالى نشتغل على عشان بص بس عشان انا ما شتتكش، انا هقفل الكاميرا وانت مع نفسك انت بقى النص ساعة دي. خلاص تمام زي الفل. تعالى برضه نقفل ولا اسيب الكاميرا مفتوحه مش مشكله. تعالى نفتح كده مثلا او سيف دي مثلا ايه ابلكيشن فارنبل معروف ان هو فارنبل عشان تعلم عليه اندرويد ابلكيشن. الاندرويد يعني في التست انت هتلاقي عندك هنا على الجنب في عندك شويه حاجات فارنبل بالقصد بحيث ان انت تقدر ان انت ايه تتعلم كده تظبط الدنيا تعرف مثلا ايه الثغرات اللي موجوده. عندك مثلا بيقول لك سيكوال انجكشن. عندك مثلا تحت مش عارف بيقول لك في فارنبل ويب فيو. الكلام ده كله فدي كلها حاجات انت بتخش تعلمها. هو ديسكورد باين ليه على نوكس انا مش عارف ايه ده. معلش يا عمر والله الكلام ده ما بيتقفلش طيب ولا إيه يا جدعان؟ الداتا كلها ضاعت. ف- انا اصلا فاتح سلاك او ببعت على سلاك موبايل. ما علينا يعني خلاص. انتوا شايفين طيب يعني مهم كامل مكتوب ولا لا؟ اه يا انس، اه يا انس. خلاص تمام.
فدلوقتي بقى مثلا نتخيل مع بعض ان احنا هنخش على الابلكيشن ده. انا هعمل ايه؟ هفتح والله مثلا جادكس. ابدا انا افتحه، اللي هو جادكس ده كان لسه التول اللي بتكلم عليها، التول بتاع يخليني اعمل ريفرس انجينير للاندرويد ابلكيشن. فابدا مثلا ان انا ايه، اسحب الابلكيشن مثلا ايه، تعالى نبدا بقول سيف ماشي. ابدا ان انا اعمله دراج ودروب كده، حرفيا موضوع سريع جدا ويعني سهل جدا كمان. يبدا ان هو يلود. بس كده ظبط اهو. هلاقي عندي فوق على الشمال هنا الفايلز بتاعت الاي بي كي ده. الاي بي كي برضه اللي ما يعرفش يا شباب، لا يعني ايه الشكل بتاع الاي بي كي ده؟ الاي بي كي ده بيكون مجرد زيب فايل، يعني فايل كده كومبريست محطوط جواه كل الفايلات بتاعت الاندرويد ابلكيشن بتاعك. يعني مثلا انا هنا كان حولت الفايل ده، حولته الاي بي كي ده، حولته لزيب فايل. مجرد نعمله اكستراكت، مجرد ما افتحه كده هتلاقي الفايلات كلها بتاعت الابلكيشن. عندك الصور، اصلا الصور هي مثلا دي كانت صوره موجوده في الابلكيشن موجوده. عندك مثلا دي مثلا فايلات خاصه بالكوتلين عشان الابلكيشن مكتوب بكوتلين. عندك اللايبريز، النيتف لايبريز المكتوبه بالسي وسي بلس بلس اللي موجوده. عندك مثلا دي مثلا ميتا انف، دي بتكون الفايلات اللي خاصه بالسيرتيفيكتس. السيرتيفيكتس دي يا شباب شبه السيرتيفيكتس المستخدمه في الويب، اللي هو السيرتيفيكت اللي بتخليك تبعت الريكوستات والاس اس ال والكلام ده كله. عندك اوكي اتش بي 3 دي سيبك منها، هي دي يعني حاجه خاصه برضه بالاس اس ال بيننج، اللي ما يعرفش يعني ده سكيورتي ميكانيزم معين يعني. وعندك هنا ريسورسز، دي بيكون حاجات ايه، مثلا فايلات بتاعت الفرونت اند. جميل. الزراير، الفراجمنتس اللي هو الايكونز، الكلام ده كله. جميل. فالاي بي كي ده بيكون مجرد زيب فايل. اي اندرويد ابلكيشن فهو اي بي كي. جميل. اي اندرويد ابلكيشن انت ممكن تتخيله فهو اول عن اخر بيكون مضغوط كده في فايل اسمه اي بي كي. جميل. مجرد ما دراج ودروب الاي بي كي ده بيبدا هنا ان هو يرجعه لي للسورس كود بتاعي. هبدا انا من الجنب هنا، لو جيت افتح السورس كود الاقي الفايلات بتاعتي. طب انا هنا تايه، يعني انت لو جيت تفتح هنا هتلاقي كميه فايلات، يعني كميه فايلات غير عاديه، فانت هتتوه. فانت عايز دلوقتي خريطه، عايز يكون في عندك خريطه بتشرح لك كل حاجه موجوده عندك. طب الخريطه دي هجيبها منين؟ من ريسورسز اندرويد مانيفست. ايه الاندرويد مانيفست ده؟ انا لو جيت افتحه هنا، الاندرويد مانيفست ده بيكون كود مكتوب بلغه الاكس ام ال، بحيث ان هو يبقى خريطه للاندرويد ابلكيشن بتاعك. هو حرفيا خريطه يشرح لك كل حاجه موجوده في الاندرويد ابلكيشن. جميل. طب الاكس ام ال شكلها صعب انا شكلها يخوف، انا متفق معاك. بس لو كده كان فكها واحده واحده هتلاقي الموضوع فعلا بسيط وعبيط كمان. يعني انت هتبص ان هو متكون شبه ال HTML، بيفتح هنا بتاج ويقفل هنا بتاج. جميل. يبدا بقى ان انت جوه التاج ده تكتب كل اللي انت عايزه. يعني انت عندك مثلا ايه، يوزز بيرميشن، يعني اسمها يوزز بيرميشن. دي متقالي هي باينه هي بتشرح ايه. بتقول لك هنا ان الاندرويد ابلكيشن ده بيستخدم بيرميشن معين. ايه البيرميشن المعين ده؟ اللي هو بيستخدم النت. نفس الفكره، بيستخدم بيرميشن ايه، بيقدر ان هو ياكسس النتورك ستيت، ان هو مثلا انت بتوصل بالنت ولا لا، يقدر يريكورد اوديو، يقدر يكتب يخزن حاجه في الاستورج، يقدر ان هو يقرا الاستورج، وهكذا بقى. يعني واضحه شويه. كوري اول باكجز دي برضه بيرميشن مش هنتكلم عليه دلوقتي يعني عشان الوقت. فايه ده شكل اكس ام ال، تاج مكتوب جواه الفاليوز بتاعتك. جميل. ولو نزلت تحت بقى هتلاقي كل التاجز بتاعت الاندرويد ابلكيشن ده، بحيث ان هو في الاخر كده يوصل لك لخريطه، ان هو يعمل لك خريطه للابلكيشن بتاعك. فانا كسكيورتي انجينير ده كده كنز بالنسبه لي. انا هفتح الابلكيشن ده هلاقي كميه، يعني كميه داتا مهمه ليا ممكن استخدمها. زي ايه؟ زي مثلا لما كنت لسه بتكلم مع عمرو من شويه وقلت له ان انا ببص على الاثنين دول، الديباجابل والالاو باك اب. الاثنين دول كده اول ثغرتين. ثغرتين في البين تيست بيتقبلوا لو، في الباك باونتي هتبلع عين عادي مش مشكله. بس هي ايه يعني، ثغرتين بيتقبلوا في البين تيست. جميل. بعد كده يعني ليه، لو حد عايز يعرف ليه، يعني اللاو باك اب ده بيخلي لو انت وصلت الجهاز بتاعك يو اس بي للويندوز يعني، فساعتها هقدر ان انا اعمل باك اب للابلكيشن ده. ولما هعمل باك اب الداتا هتعمل لها باك اب معايا، فاقدر انا اسرق الداتا بتاعتك اللي من ضمن الاكسس توكنز بتاعتك والكلام ده كله. فدي عشان كده دي ثغره يعني. دي باجابل ده كده معناه ان هو بيسمح ان انت تقدر تهوك الابلكيشن ران تايم والكلام ده كله يعني. فكده ايه، ثغرتين لو ما حدش يبلغ في الباك باونت يا شباب، عشان هيلبس انفو ويجي يرى عليا انا. جميل. بعد كده ايه، تبدا بقى انك تنزل تحت كده، دي كلها برده شويه كونفيجريشنز مش هنخش فيها دلوقتي خلاص بقى عشان الوقت. بس تحت هنا لو جينا نخش هنلاقي ايه، هنلاقي في عندك حاجه اسمها اكتيفيتي، في عندك حاجه اسمها انتنت فلتر، عندك حاجه اسمها ريسيفر، عندك حاجه اسمها سيرفيس بروفايدر. طب ايه الكلام ده كله يا انس؟ الكلام ده كله هو الكومبوننت.
انت ممكن تتخيل ان الاندرويد ابلكيشن بتاعك ما هو الا يعني مبنى كبير ومبني باستخدام الكومبوننتس دول. في الاشهر 5 كومبوننتس اللي موجوده في اي اندرويد ابلكيشن، اللي هم ايه؟ الاكتيفيتي، الانتنت او مش الانتنت يعني، الريسيفر والسيرفيس والبروفايدر. جميل. انا متهيألي كنت جايبهم هنا عشان الوقت بس كده ايه اهو. دول اكتر كومبوننتس مشهوره موجوده في اي اندرويد ابلكيشن، وبتكون فعلا يعني معظم الوقت الفولنربيلتيز بتتجاب فيهم. نمسكهم واحده واحده. الاكتيفيتيز، ايه هي الاكتيفيتيز؟ والله ساعه كده ايه الاكتيفيتيز؟ الاكتيفيتيز دي هي الشاشه اللي بتقابلك. لو جيت ان انت تفتح هنا الابلكيشن بتاعك ده، هتلاقي هنا في حاجه عندك اسمها هلو فريندز ومفتوحه قدامك وموجوده. ايه ده؟ دي الشاشه. جميل. فالشاشه دي هي الاكتيفيتي، هي دي الاكتيفيتي اللي انت شغال عليها. جميل. طب كنت بقول لك من شويه حاجه اسمها فراجمنت. ايه الفراجمنت ده؟ الفراجمنت دي هي اجزاء بسيطه من الكود، بحيث ان انت تقدر تستخدمها كل شويه. زي ايه؟ لو انا جيت افتح هنا من الجنب والاقي عندك شاشات تانية، يعني انت عندك الشاشه دي، عندك الشاشه دي، عندك الشاشه دي، وهكذا. فدي كلها ايه؟ دي كلها اسمها فراجمنت. بتكون اجزاء بسيطه كده، بتبدا ان انت كمان تبص يعني ايه، تقلب بينهم عشان تبقى فاتح انت كتبسيط. انت فاتح نفس الشاشه، ما غيرش الشاشه، بس انت ايه، بتقلب كده من الجنب اهو وبتغير شاشات. فانت عشان تسهل على نفسك الدنيا دي، بتبدا ان انت ايه، تبسط الدنيا شويه لنفسك. جميل. جميل. فدي كده بالنسبه للفراجمنتس والاكتيفيتيز. لو جيت انت بعد كده تخش على تاني حاجه ممكن ندخل فيها، اللي هي ايه؟ الانتنس دي اهم حاجه تبقى عارفها في اي اندرويد ابلكيشن. الانتنس دي طرق التواصل ما بين الكومبوننتس وبعضها والابلكيشنز وبعضها، بحيث ان انا اقدر ان انا كابلكيشن ابعت لابلكيشن تاني اقول له انا عايز منك داتا، يرد عليا يقول لي ماشي مجنون يا او ابني. لا. ليه بس ابعت يا مثلا سيدي؟ اقول كذا مره اقول لك activity عايز افتح اصور لي. المحتوى انا قلت بتاعي مثلا دوست بالموبايل، على الزرار ده وانت مثلا، تقول لي مش الفراجمنت دي فتحت؟ طب ايه اللي فتحها؟ ان ككود اتبعت انتنت من الابلكيشن للفراجمنت دي بيقول لها افتح لي. فدي انتنت بتقول لها افتح لي، انتنت بتقول لها ابعتي داتا، انتنت بتقول لها امسحي حاجه، انتنت بتقول لها حملي حاجه. دي كلها بتتعامل باستخدام الانتنت. فزي ما انت ما شايف الانتنت مفيده، الانتنت مفيده جدا. فدي بتكون هي اشهر حاجه. ثانيه واحده، انا ما عملتش مش عامل ديفن. ثانيه واحده يا شباب معلش. بعد كده دون القصه عشان ايه بس واحد ما يروحش في ده. تمام كده يا شباب. تعالى نكمل. جميل. فدي بقى فكره الانتنس، اللي هي رسائل ما بين كل ابلكيشن وتاني. فعشان كده انت بتلاقي ان الموضوع فعلا مفيد، والموضوع فعلا يعني يعني ورث ان انت تبص عليه كاتاكر. دي هو ده اصلا لب الموضوع اللي انت داخل عليه اساسا. جميل. فده كده ايه الانتنس. احنا كده عرفنا اول كام حاجه. تعرف لما تعزمنا على احنا كده عرفنا اول كام حاجه، كده عرفنا انما الاكتيفيتي ايه؟ حلاوه وعرفنا الخازوق اللي الانتنت. هيعيشها في دماغ توفيق. ايه الانتنت فلتر ده؟ الانتنت فلتر ده انت ممكن تقولها ان انا بقول للابلكيشنز الثانيه يا جماعه انا بقبل الانتنت دي، ابعتوا لي الانتنت دي. جميل. عشان بس نبسط المواضيع شويه. جميل. طب تعالى نخش على الحاجه اللي بعدي، اللي هي ايه؟ كونتنت بروفايدر. الكونتنت بروفايدر ده، والله الكونتنت بروفايدر ده اللي بيبعت الداتا، ده بقى الخاص بالداتا. هقول لك مثال. عارف انت لما تيجي مثلا تصور صوره بابلكيشن الكاميرا، بعد كده تروح للجاليري تلاقيها متخزنه في الجاليري. طب ازاي وصل للجاليري؟ مش ده ابلكيشن وده ابلكيشن؟ اه. فاللي وصل الصوره من الكاميرا للجاليري هو الكونتنت بروفايدر. جميل. طب اقول لك على حاجه تانية. لما بتيجي في الواتس تبعت رساله لواحد صاحبك، تيجي تبعت صوره، طب الصوره دي وصلت ازاي من الجاليري للواتساب؟ باستخدام الكونتنت بروفايدر. فانتوا فهمتوا الفكره ان الكونتنت بروفايدر ده هو يعني اكتر حاجه بتستخدم، مش اكتر يعني، هي الحاجه اصلا اللي بتستخدم في حته بعت الرسائل، بعت الداتا والصور والفيديوهات بين كل ابلكيشن والتاني. جميل. كده خلصنا ايه كونتنت بروفايدر. وطبعا يعني واضح جدا ان الموضوع ده هيبقى يعني مكان كبير جدا او بوينت مهمه جدا ان انا ابص لها كسكيورتي انجينير. ده انت الابلكيشن بيستخدم الكونتنت بروفايدر عشان يبروفايد الداتا لليوزرز الثانيه، للابلكيشنز الثانيه. فمعنى كده ان هو لو عمل له امبلمنت غلط ولو حتى غلطه بسيطه، هقدر انا كاتاكر ان انا اسرق الداتا اللي موجوده في الابلكيشن. وده اصلا اللي حاصل هنا يعني. الكونتنت لا ما تجيبش اهو في البيت. الكونتنت بروفايدر ده هنا اهو اسمه اصلا داتا بروفايدر. كلمت العيال ديت، بيبعت الداتا، وهو اصلا معمول له كلمتهم. امبلمنت ان هو اكسبورتد. مع ان هو اكسبورتد معناها ان انا ممكن كابلكيشن خارجي اتكلم معاه. محمد ثانيه افغاني واحده كده، مين؟ يعني ابلكيشن خارجي
يتكلم مع الجزء الخاص ببعت الداتا عندي، دي كارثه. لا معنى كده ان فكك هو ممكن منه. يبعت ويقول لي هات الداتا دي يا انس، والابلكيشن بقول لك بتاعي فكك هيضطر من ان هو صبحي يديني ده. داتا ويسرق الداتا بتاعتي كلها. جميل. ففي طريقتين ان انت تحمي كونتنت بروفايدر او اي كومبوننت خاص بيك يكون ها يعني كومبوننت خاص بيك عايز تحميه. فانت ماشي. فانت في عندك طريقتين ممكن تستخدمهم عشان تحمي اي كونتنت بروفايدر او اي كومبوننت اصلا بيكون فولنربل. اول طريقه ان انت تخليه اكسبورتد بفولس، يعني بتهيألي اصلا كان في حاجه هنا اكسبورتد بفولس في الابلكيشن تقريبا اهو. ده مثلا فايل بروفايدر، ده بيبروفايد فايلات، بيدي فايلات، ولو جيت تبص عليه هتلاقي ان هو اكسبورتد بفولس. معنى كده ما ينفعش ابلكيشن خارجيه تتعامل معاه، فخلاص ده كده سكيور، ما اقدرش ان أنا ادخل عليه. جميل. طب ده لا، ده كارثه، ده اكسبورتد بترو، انا ممكن ادخل عليه. جميل. فدي اول طريقه تحمي بيها الكونتنت بروفايدر. طب ايه تاني طريقه؟ ان انت تديله بيرميشن، تقول ان لازم علشان الابلكيشن بتاعك يتعامل مع الكونتنت بروفايدر ده لازم يكون عنده بيرميشن. جميل. فاحنا كده دخلنا على ايه؟ دخلنا على كونتنت بروفايدر وتمام. انا اكيد بس مش عايز نخش يا شباب في التفاصيل بتاعت كل حاجه عشان الوقت طبعا، وعشان انتوا ما تناموش مني، عشان ما تبقاش ايه تكنيكال بحت يعني. جميل. ده طبعا بقى ايه مثال. لو انا جيت ابعت صوره، انا دلوقتي عندك في الجاليري ابلكيشن هتبعت صوره لحد عندك على الواتس، فانت مجرد ما بتبعت الرساله بتقول يا جماعه انا عايز ابعت صوره، يبدا ان هو يفتح لك الشاشه دي اللي احنا كلنا عارفينها. طب الشاشه دي فتحت ازاي؟ ان انت بعت انتنت، بعت رساله تقول يا جماعه مين عايز يستقبل الصوره دي، فبيبدا ان هو يفتح، يبدا اليوزر يختار مثلا الراجل ده او البنت دي، فيبدا ان الكونتنت بروفايدر اللي بيبعت بقى الصوره نفسها هياخد الصورة من الجاليري يبعتها للراجل ده على الواتس، ورسالة بتتبعت. جميل. فده كده اللي بيحصل، يعني ايه تحت اندر ذا هود زي ما بيقولوا يعني، او تحت الغطاء يعني. ده اللي بيحصل ان انا، ده اللي بيحصل ان انت بتدوس، مجرد ما بتدوس شير. جميل. خدت بالك بقى من حاجة؟ خدت بالك احنا لما بدأنا نفهم الموضوع بقى ممتع ازاي؟ انت بقيت فاهم الموضوع بشكل حلو ازاي؟ انت بقيت فاهم ايه ده يعني. معنى كده لما بعد شير مثلا صوره او بوست او لينك او اي حاجه، ده اللي بيحصل في الخلفيه بالظبط كده اللي بيحصل. فانت عشان كده الموضوع فعلا ممتع، خصوصا في الاندرويد بالذات، عشان الاندرويد انت ماسك جهاز اندرويد في ايدك 24 ساعه، الا الناس بقى اللي معاهم اي او اس وناس يعني غنيه بقى يعني. ربنا يزيدنا زيهم. فهنا صفوة المجتمع. بالظبط كده يعني، التقاء الحضارات. فانت بتلاقي بقى ان انت عندك وانت ماسك اندرويد ابلكيشن ديفايس في ايدك وانت شغال بيه، انت كل حاجه هتبدا انك تفكر فيها. طب ده بيحصل ازاي؟ طب ازاي ده رايح؟ طب ازاي ده راجع؟ طب ازاي لما انا فتحت مثلا مثلا لما باجي يحصل اتصال مثلا، تلاقي مثلا لو انت مشغل فويس على الواتس تلاقي فويس وقف، طب ده حصل ازاي؟ طب ازاي لو انت مشغل اغنيه مثلا وشغلت فويس واتس، ازاي الاغنيه صوتها بيوطى؟ ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ازاي في الخلفيه؟ هنعرف دلوقتي. حاجه اسمها بودكاست ريسيفرز. ايه بودكاست ريسيفرز؟ بودكاست ريسيفرز دي انا بحب اشبهها بالظبط كده، وكأن حد جه وسط الجهاز عندك، وسط الاندرويد ديفايس بتاعك، وقال ايه يا جماعه يا ناس يا هو في حاجه هتحصل. جميل. فيبدا الابلكيشنز كلها يسمعوه، يبدا مثلا واحد هنا يسمعه، واحد هنا يسمعه، اللي بيسمعه بيطنش، اللي بيسمعه بيعمل اكشن معين، اللي بيسمعه لا ده يروح يتعامل معاه. فدي فكره البودكاست ريسيفر. انت بتبعت رساله بودكاست، اي حد عايز يستقبلها يستقبلها، ويبدا ان هو اي حد بقى ايه يسمع بقى ويتعامل ومش عارف ايه والكلام ده كله. فدي فكره البودكاست ريسيفرز. طب قول كده، حاول تفكر كده في مثال عملي حاجه بتحصل في الحقيقه على الموضوع ده بالظبط اللي انا لسه قايلها من ثانيتين. لما بيجي يحصل اتصال عندك على الموبايل، ايه اللي بيخلي فويس الواتس يقفل؟ لو انت مشغل اغنيه تقفل، لو انت مثلا محمل ترو كولر تلاقي ترو كولر فتح. الكلام ده كله بيحصل في الثانيه دي مجرد ما بيحصل اتصال. ليه؟ عشان لما بيحصل اتصال الابلكيشن بتاع المكالمات بيقوم باعت بودكاست مسج، بيجي كده وسط الموبايل ويقول ايه يا جماعه في مكالمه، فاللي عاوز يتعامل معايا يتعامل، اللي مطنش يطنش. يعني انت مثلا حصل مكالمه دلوقتي، انت مستني ايه الجاليري ابلكيشن يعمل ايه؟ انت مش مستني منه حاجه، فخلاص هو هيطنش الرساله دي. طب حاجه مثلا زي الواتس، لا الواتس هيشوف لو هو مشغل فويس مسج ويقفلها. لو انت مثلا مشغل فيديو على اليوتيوب بتلاقيه وقف. فدي كلها حاجات بودكاست مسج، واللي بيستقبلوها اسمهم بودكاست ريسيفرز. فلو جينا نروح للمانيفست تاني تدور على كلمه ريسيفر، هتلاقي عندك هنا اهو الريسيفر ده. فانت هنا معرف وبتقول ان لو حد بعت رساله اسمها بروسيس نوت، حد بعت الرساله دي، حد بعت الانتنت دي، حد جه وسط الابلكيشن وقال يا جماعه وبعت الجزئيه دي، فاعرف ساعتها على طول ان ده
ان انت كابلكيشن تقدر تستقبل البودكاست مسج دي. جميل. ده كده ايه؟ بودكاست ريسيفرز. مثلا تعال نخش على السيرفيسز دي خلاص هي باينه من اسمها، انت مجرد ان انت بتشغل حاجه معينه. زي ايه؟ زي مثلا انك تحمل صوره، تحمل حاجه من على جوجل. دي كلها سيرفيس شغاله في الخلفيه، مش مهتم بيها ان انا ايه افضل بقى ابص عليها وتشيك عليها والكلام ده، لا. انا شغلتها واسيبها شغاله في الخلفيه. اللوكيشن، مثلا لو انت بتشغل اغنيه، دي كلها سيرفيسز. جميل. عشان برضو ايه ما نقدرش نتعمق قوي في الموضوع، الناس تزهق مني يعني. فده فكره ايه السيرفيسز. وعندك اهي سيرفيس مثلا، انت هنا معرف السيرفيس اسمها ريكورد سيرفيس، بتخلي الابلكيشن بتاعك ريكورد. جميل. احنا ممكن نشتغل على دي كانت ممتعه وانا شغال عليها. احنا ممكن نشتغل على بتاعت السيرفيس دي، ممكن نشتغل عليه كمان على النوت ريسيفر. جميل. تعالى بقى ايه نفتح الابلكيشن بتاعنا كعملي بقى فعلا ونشوف احنا هنشتغل على ايه. تعال نشتغل على، انا مش شايف اي حاجه من ديسكورد. ابلكيشن كريبتوغرافي وريسيفر، نمسك بروفايدر. ماشي. انت عندك البروفايدر ده بيقول لك ايه؟ عندك ان انت النوتس بتاعتك، الداتابيس بتاعتك بتتليك باستخدام كونتنت بروفايدر. جميل. فاكر كونتنت بروفايدر ده كان ايه؟ ده اللي كان بيدي الداتا. جميل. واللي احنا لما قال لك هنا اهو ان هو بيستخدم انسكيور كونتنت بروفايدر، يعني معمول له امبلمنت بطريقه غلط. جميل. بس كده. فهو بيقول لك انت في عندك كونتنت بروفايدر ده بيدي داتا معينه، وهو ايه معمول له امبلمنت بطريقه نوت سكيور. فانا لو جيت هنا هلاقي ان فعلا هنا في فين البروفايدر اهو. انت عندك هنا في كونتنت بروفايدر اسمه داتا بروفايدر. داتا بروفايدر لو دخلت عليه هلاقي ان هو هنا بيقدر يكوي. انا طبعا مش هخش في الكود ده كله يعني، بس الكلام ده كله يا جماعه مشروح بالتفصيل عندي يعني على اليوتيوب. جميل. مسكت كل فانكشن وشرحت كل فانكشن بتعمل ايه يعني. يعني ايه التفسير؟ يعني التفسير البسيط يعني للموضوع ان انت هنا بتعمل ايه. انت هنا بتقدر ان انت تسحب داتا، تقدر انك تستخدم الكونتنت بروفايدر ده عشان تسحب داتا. جميل. باستخدام اليو ار اي ده. اليو ار اي ده ممكن تعتبره ان هو اليو ار ال بتاعك. فانا كده عرفت ان هو ايه، عرفت والله ان انا لما هكتب تعال بس نفتح الكلام ده على جنب عشان لو في حاجه سنسيتيف. مش حاجه سنسيتيف ماشي. تعالى ايه، انا لو بعت رساله باستخدام اليو ار اي ده اللي هو كنت كده، ايه اللي هيحصل؟ هقدر ان انا اسحب الداتا اللي موجوده في الابلكيشن ده لو انا بعت رساله كده. جميل. فتعالى نشوف هعمل الكلام ده ازاي. اعمل دلوقتي انا مجرد بس ما اشغل الباور شيل، شغال على الاي دي بي. الكاميرا عندي هنا هتفصل عشان انا شغال بموبايل صح. عملت اي دي بي كونكت، بس كده الكاميرا عندي فصلت يعني. الف مبروك. احنا ممكن نقفل الكاميرا دلوقتي ونشتغل كده ايه من غير كاميرا بس غير صوت. جميل. فدلوقتي كده فاكر لما كنت بتكلم واقول لك الاي دي بي، والاي دي بي ده اهم حاجه ما تستغنى عنها وحبيب قلبي والكلام ده، هو ده الاي دي بي. انا بقدر ان انا اعمل رسائل واعمل كوميونيكيشن ما بيني وما بين اي اندرويد ابلكيشن موجود على الديفايس. هستخدمها عشان ابعت الرساله دي. جميل. فانا دلوقتي لو جيت اعمل مثلا اي دي بي شيل، تعالى ان احنا طب تعالى نشيل الموبايل اصلا عشان ما يعملش مشكله. نعمل كده اي دي بي ديفايسز، تعمل كده غلط. جميل. انا دلوقتي لو جيت ان انا مثلا ايه اروح على الابلكيشن بتاعي اللي هو اسمه اول سيف. تعالى كده جميل. انا كده دخلت جوه الدايركتوري بتاعه الابلكيشن بتاعي. جميل. لو جيت ادخل على الداتابيس، احنا بنقول احنا اصلا بنسرق داتا، فطبيعي ان انا اخش على الداتابيس صح. تلاقي عندك حاجه هنا اسمها اول سيف. والاول سيف دي داتابيس فايل. انا ممكن اعمل سيكوال لايت 3 عشان افتح الداتابيس دي. جميل. لو جيت اعمل دوت تيبلز، تيبلز هيجيب لي التيبلز اللي موجوده اللي من ضمنها اليوزر بتاعي. بالراحه واحده واحده عشان انا استعجلت دي بس معلش. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا دخلت جوه الاندرويد ديفايس بتاعي، ودخلت جوه الدايركتوري او جوه المكان الخاص بالابلكيشن بتاعي اللي انا بتست عليه. ان يا شباب برضه عشان تبقوا فاهمين، اندرويد اصلا هو لينكس. اي حاجه في الاندرويد، اي تعامل في الاندرويد فهو بيكون تعامل لينكس بيست. فعشان كده انا لما جيت من الاي دي بي وبدات ان انا اتعامل مع الاندرويد ديفايس بتاعي، هتلاقيني بكتب كوماندات كلها لينكس. ليه؟ علشان اصلا الاندرويد هو لينكس بيست. جميل. وكل ابلكيشن موجود، كل ابلكيشن ممكن تتخيله فهو ليه دايركتوري خاص بيه شاري الداتا بتاعته. يعني لو جينا نفتح مثلا في مكان تاني، تعال نفتح مثلا في مكان تاني، نعمل اي دي بي شيل، نروح على داتا. ده بيكون دايركتوري شايل كل الابلكيشنز الموجوده. انا دلوقتي لو عملت ال اس ايه هتلاقي هنا ايه بابا. كل الاندرويد ابلكيشنز اللي متحمله على الجهاز بتاعي.
كلها. عندك هنا الكونتاكتس، عندك الداونلود، عندك لا الميديا، مش عايز. عندك يعني فايل مش عاوز مانجر. اكل فايل والله. مانجر اللي هو ده فينه، فايل مانجر اللي هو ده. كلمت خد الولد. بالك، خدت بالك من ايه؟ ان اي حاجه موجوده على الجهاز هي اصلا في الاساس مجرد هي اصلا مجرد دايركتوري ومجرد ابلكيشن. شكرا جميل. جدا. فانا دلوقتي لو دخلت على الدايركتوري يا عم الخاص السيب ده بتاع بالابلكيشن اللي ايدي انا يا بنست عم. عليه، اللي هو في الحاله دي ايه؟ اللي هو في الحاله دي قلت ندخل عليه وهنبدا ان احنا نشتغل عليه. جميل. ابدا ان انا اشتغل عليه. دخلت جوه اول سيف، عرفت ان هو عنده فايلات داتابيس، فهبدا ان انا اكسس وبعدين الداتابيس دي بتقدر عشان اعرف تجيب الداتا اللي موجوده. بيخلينا ولولا ان حرام. هي سيكوال لايت داتابيس انا عادي كنت لابس هقدر ان انا ادخل جواها هو باستخدام سيكوال لايت سي. تعالى كده نجرب ايه. تعالى نعمل سيكوال لايت اول سيف. جميل. لو كده عملت دوت تيبلز هلاقي عندك تيبل اسمه يوزر. هعمل سيلكت اول فروم يوزر، رجع لي فعلا شويه الداتا اللي موجوده. جميل. فدلوقتي الداتا دي انا عشان وصلت لها، انا وصلت لها عشان انا معايا الابلكيشن نفسه. فده اصلا مش اتاك كده، ما عملتش حاجه كده، دخلت جوه الديفايس وعرفت الداتا. طب الداتا دي بقى انا هوصل لها ازاي؟ باستخدام الابلكيشن خارجي، باستخدام الكونتنت بروفايدر. تعالى بص بقى ازاي احنا هنستخدم الكونتنت بروفايدر بتاعنا ده. جميل. دلوقتي عشان بس نبسط الدنيا، انا كل اللي انا هعمله دلوقتي هكتب كوماند بسيط. الكوماند ده هيخليني اقدر اوصل للداتا وكاني ابلكيشن خارجي، عشان بس الموضوع ما يتعمقش قوي تكنيكال، عشان الناس ما تتوهش مني بس. جميل. لو حد ما فهمش حاجه يا جماعه، الموضوع فعلا بسيط ما تقلقوش. وانا بس ايه، عشان بحاول بس الموضوع يكون عامل على قد ما أقدر. جميل. انا هعمل بي دي بي شيل كونتنت كويك. جميل. وابدا ان انا اخد اليو ار اي ده كنت لسه بعته ده. مثال بالبسطة. جميل. انا كده بعمل ايه؟ انا كده بقول وكاني ابلكيشن خارجي عايز اتعامل مع عايز اتعامل مع ابلكيشن تاني. سوري معلش انا اسف. انا بقول لك انا ابلكيشن خارجي عايز اخد الداتا من الابلكيشن ده. جميل. جرب كده نسمي الله. احنا كده شغالين صح ولا ايه؟ جرب كده. بس كده مجرد ما عملته راح مرجع لي الداتا الفلوس اللي معايا بالظبط الحوار ده اول اليوزر انا اسف بتاعي 16000 اسمه جنيه ايه، النوت بتاعته، والباسورد بتاعته. جميل. معلش نكس كده بس مش ده عارفين حصل نحط ليه؟ نفسنا في زنقه علشان كده. هو هنا كان حاطط كونتنت بروفايدر، كان حاطط كومبوننت معين وسايبه اكسبورتد، سايبه مفتوح على البحري، اي حد ممكن يخش ياكسس عليه. جميل. فدي كده واحد ايه؟ انا بعمل معاه دي كده بودكاست فكره بس انا عشان اسايبه بيشرح ان انا يكون في وعامل ابلكيشن ميوت خارجي موجود، والابلكيشن الخارجي ده انا اقدر اكسبلويت فيه حاجه. جميل. ما تعتمدوش يا جماعه ان فكره ان انا عشان شغال على مش عايز ال والله فالموضوع صعب وكده. لا، انت انا مش ممكن انا لو عايز اصلا تكتب اندرويد ابلكيشن تاني بيكسبلويت الثغره دي. انا سهل جدا ان انا اكتب اندرويد ابلكيشن بيبعت هو الكوماند ده وياخد هو الداتا دي يعمل بيها اللي هو عايزه، يبعتها لي بقى يحطها على الدارك ويب اي حاجه. جميل. فده كده فكره ان انا ممكن اكسبورت كومبوننت معين. فتعالى مثلا نشوف مثال عملي تاني اخر بس قبل الموضوع ده ما نقفل. سيرفيس كومبوننت ديسكفري فينها سيرفيس دي دي سيرفيس. يعني ايه لو جيت تخش عليها كده ايه ملخصها؟ ان هي سيرفيس بتريكورد. جميل. بتستخدم الميكروفون بتاعك وبتخليك تريكورد. جميل. ففكره ان هو يفتح الميكروفون ده لوحده بيبقى محتاج بيرميشن. صح؟ انت لما تيجي على اي ابلكيشن زي الواتس زي تليجرام زي اي حاجه محتاج ان انت من خلالها محتاج ان انت يعني عشان تستخدمها محتاج ان انت تستخدم ميكروفون. فهو بيطلب منك بيرميشن، بيطلب البيرميشن بتاعك، يقول لك تسمح الابلكيشن ده ان هو يستخدم ميكروفون، وانت يا توافق يا ترفض. جميل. فانت بقى هتقوم قايل ايه من خلال السيرفيس دي اللي هي ريكورد اوديو؟ انت هتحاول من ابلكيشن خارجي تستخدم الريكوردنج سيرفيس دي علشان تريكورد انت اوديو. مش فاهم حاجه طبعا. تعالى وانا افهمك. حاسس إن الموضوع ايه كبر مننا شويه، فتعالى افهمك شويه. جميل. ده بس عشان انت ما تتفضحش. احنا عايزينك تعمل كورس يا انس. واخويا ربنا يسهل. انت ربنا تعمل يسهل. انت تعمل للشباب كورس كده شوف بقى تحطه على ايديمي بقى ولا هتخليه لايف وتظبطهم يعني. كورس ب 10000 جنيه بس يا شباب. الحجز في الحجز عندي برايفت على الواتساب. وفي ده شباب للطلبه هيبقى ب 9500 بس. لا كتر خيرك يا اخي. بص تعالى بقى كده نشوف دلوقتي المثال ده. انت دلوقتي عندك الابلكيشن بتاعك اللي هو اسمه اول سيف.
الابلكيشن ده مجرد ما حملته طلب مني ان هو يستخدم يريكورد، مثلا يستخدم ميكروفون ويريكورد اوديو. جميل. فالابلكيشن ده عشان تقدر نقدر ان هو يستخدم ميكروفون، وده كان المفروض ميكروفون يعني، بس انا رسمي زي الزفت، ما علينا. هو يقدر ان هو يريكورد اوديو. جميل. عشان يريكورد اوديو هو طلب منك البرميشن، فانت كيوزر عارف ان الابلكيشن ده يقدر يريكورد اوديو. جميل. وبيريكورد اوديو ازاي بقى؟ باستخدام السيرفيس دي. هو من خلال السيرفيس دي اللي هي فين السيرفيس، الريكورد سيرفيس دي، من خلالها بيبدا ان هو يريكورد الاوديو. جميل. بس في هنا مشكله بقى، ان السيرفيس دي اكسبورتد، انيبل تو اكسبورتد. طب معنى ان هي اكسبورتد ايه؟ ان ممكن ابلكيشن خارجي يتعامل معاها. فمعنى كده ان انا اقدر من ابلكيشن خارجي انت اصلا كعمر ممكن ما تبقاش عارف ان هو متحمل عندك على الجهاز، ابدا ان انا اقوم باعت رساله للسيرفيس هنا، اقول لها اعملي ريكورد الاوديو. فابقى انا كده بطريقه غير مباشره رحت انا وسجلت اوديو من عندك، وانت اصلا مش عارف اساسا ان الابلكيشن ده متحمل عندك وموجود. ده مش كده بس، ده كمان بيسجل اوديو. فتعالى نشوف الكلام ده احنا هنعمله ازاي. والله انا عارف ان السيرفيس دي اسمها ريكوردر سيرفيس، عارف ان هي بتستخدم الباكج الفلانيه. عندها الاون ستارت كوماند بتاعها، مجرد ما بتبدا بتعمل ستارت ريكوردنج. ماشي. تعالى نجرب نشوف احنا هنكسبلويت الكلام ده ازاي. ده اي دي بي شيل ستارت سيرفيس. انا متهيالي اصلا كنت سايبها صح تقريبا كده اصلا، يعني كنت انا كاتب معظم الحاجات للاسف يا شباب يعني، والهيستوري بيجيب معظم الحاجات، فمش هقدر امثل عليكم يعني ان انا بخترع معاكم كوماند من الاول يعني. تعالى نتخيل مع بعض ان ده ابلكيشن خارجي هيبدا هو اللي يبعت الكوماند ده. جميل. والابلكيشن ده انت ما بتعرفوش ولا تعرف هو بيعمل ايه، ولا تعرف اصلا ان هو بيكسبلويت الثغره. ومجرد ما عندنا هنا الابلكيشن، مجرد ما ادوس انتر، ايه اللي هيحصل؟ ستارت سيرفيس inaccessible or not configured. في مشكله. اموت انا في المشاكل اللي بتظهر دلوقتي. طب تعالى نجربها على بيت الباج عشان هي كانت شغاله من الوقت بس. والله مفيش احسن من الارتجال في السيشنات بجد يعني، واحد يبقى داخل لا بيولع عليه ويلاقي مره واحده في مشكله بتضرب في وشك. السار سيرفيس تايب ذا فولوينج ان ذا اي دي بي. ايه؟ هو اصلا كاتب لك الكوماند يعني، بس ما علينا. يا عم ابدو بيت الباج فولنربل سيرفيس. ماشي. تعال نسحب برضو الاي دي بي بتاع بيت الباج. تمام كده كده. بيت الباج ده برضو يا جماعه اندرويد فولنربل، واحد بيخش برضو بيشتغل عليه يعني. انا ممكن اكون كتبت الكوماند غلط يعني عشان انا مستعجل، فمش عشان نقول سيف يعني. vulnerable service activity. vulnerable service activity فين تبيت الباج. اه ده عشان شغال بهاندلرز. ماشي ما علينا. المهم يعني انا لو جيت هنا باستخدام ده، مجرد ما ادوس انتر ايه اللي هيحصل؟ برضو العوض ده. مش شرط يا انس، انا عارف ان ده، خلي بالك انا عايز اقول لك ان انا مشاكلي دايما مع الاندرويد في الانفايرمنت. والله انا عارف ايه هو كده يعني، انت عايزني اكتبها كده يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ما علينا. انا واضح ان في مشكله يعني، هي مضايقاه يعني، انت عارف ايه، بس ما علينا. طيب انا بص، انا عايز اقول لك اسمه ربي، عشان الشباب يعني، في اغلب الشباب هتطلع على الواتساب عايزه تبدا فقره الاسئله. ماشي. جدع. اه انا كده والله. فاضي. بعتوا لي قالوا لي عاوزين نساله لان هو دخل في حتت تكنيكال كتيره، فعاوزين يسالوك. حلو. وانا بس عشان كده ما كنتش عايز اخش تكنيكال قوي، عشان من ناحيه انت هتلاقي كميه ايرورز عماله تضرب، ومن اه ناحيه تانية يعني، من ناحيه تانية هتلاقي الشباب هتبدا ان هي تسقط مني يعني. ما بالظبط. طيب فاحنا هنكتفي لحد هنا تكنيكاليتي، ونبدا نستقبل اسئله الشباب يعني. فالشباب ممكن يكون معاه تلت ساعه او نص ساعه اسئله كده، للي عنده اي اسئله ممكن يتفضل يعني. وانا برضو ايه فتحت الميكروفون تاني، أنا فتحت الكاميرا تاني. اللي عنده سؤال يا شباب ممكن يتفضل. وبرضو ايه، كان في يعني حبة أسئلة الواحد مجمعهم يعني كويسين، ممكن نبدأ إن احنا نتكلم فيهم يعني، لو حد مش شباب مكسوف إن هو يفتح. اللي عنده سؤال يا شباب يفتح على طول، احنا كده كده ايه يعني، اخوات في بعض. وبرضو يعني فكر فيها، انت لو ما سألتش دلوقتي وما عرفتش هتسأل امتى؟ لا يا شباب ما بتتكسفش يعني، الشباب معايا كانوا معايا من القبض على الجمر، ما فيش بينا كسوف يعني. هو اللي يا اسطى كسوف مني انا ولا ايه؟ هو شكله
الوجه آه... خلاص، تعالى عموما ايه لغايه ما الشباب ما تفتح، تعالى ان احنا ندردش شويه في الاسئله اللي كانت اللي احنا يعني كنا حاطينها. تعالى بس كده الاول ايه نظبط اظبط الكاميرا، نبدا ان احنا نتكلم في الاسئله. بيقول لك الانترنشيب يا انس، بيقول بتكون محتاج واصل لحد فين كده، او ايه الليفل بتاعك؟ بص انا ممكن اكلمك اقول لك الكلام اللي هو كل الناس بتقوله هو ايه، تذاكر وتعمل وبتاع، بس يعني انا بضحك عليك. انت عايز تقبل في انترنت في مكان ما ويكون مكان كويس وبتاع، اعرف مم. كونكشنز. من الاخر انا بجيب لك من الاخر، اعرف كونكشنز، خلي عندك كونكشنز قويه بحيث ان هم يبقوا ناس عارفين ان انت بتاع شغل، انت مش بتاع مرقعه ومش بتاع دلع، لا انت شخص لو اتحطيت في المكان ده هتشتغل وهتتعب فعلا، وهم هيجيبوا لك الانترنت. طب احنا لو هنتكلم واعرف من حيث التكنيكاليتي، انت كده سوفت سكيلز، بس عايزين من حيث التكنيكاليتي. ده مش راضي يخليني افتح الكاميرا. اه، ما هو فعلا عندي انا كمان. ما عارف. طب بس انا ممكن اعمل حركه صايعه كده، بص انا ممكن اعمل لك ايه، انا اعمل كده ونشير شير الابلكيشن بتاع الكاميرا كده عمار، ايه رايك؟ تقول ايه؟ الخدعه عماره بقيت مشغل الابلكيشن بتاع الكاميرا. جميل. تعالى كده ايه كمل كلام. بص انت دلوقتي بتتكلم، تعالى بس نعمل دور كده. ماشي. انت دلوقتي كده بتتكلم مثلا انت عايز تخش انتر، ماشي يا عم. انت دلوقتي انا لو حد وشايف ان حد عايز ندخله انتر، انا هيبقى اهم حاجه عندي محتاج ان انا اعرف عن الشخص ده ان هو بتاع شغل، ان انا لو حطيته في المكان ده وبدا ان هو يشتغل وبدا ان هو يتعب ويذاكر ويعمل، الراجل ده فعلا هيعمل حاجه، مش مجرد ان هو ايه خد فرصته خلاص مثلا ايه هيبدا ان هو يكسل مثلا بعديها فتره، لا انا عايز اتاكد ان الشخص ده بتاع شغل، حطيته في مكانه هيشتغل، في مكانه هيتعب. مم. جميل. دي اول حاجه. تاني حاجه كونكشنز، يعني هي فعلا للاسف هي مصر يا جماعه، يعني السوق شغله قليل وعدد الناس اللي فيه كتير، وعدد الناس اللي بيقولوا ان هم كويسين في السايبر سيكيورتي كتير، مع انهم اصلا ممكن يبقوا واحد مستواه ضعيف، بس هو مؤوفر ريت نفسه عشان هو ما اتحطش ان هو يتحط مع حد احسن منه يفهمه اللي فيها، يفهمه ان لا انت مش فاهم، انت في حاجات كتيره مش فاهمها، انت في حاجات كتيره مضيعه. فانت يعني انا مش قصدي حاجه بالكلام، بس اللي هو اعرف انت مكانك فين، انت اعرف مستواك واصل لحد فين، اعرف انت مستواك قوي ضعيف متوسط، اعرف انت لما تقعد مثلا مع ناس في اي مؤتمر وتنزل وتتكلم مع الناس فانت مستواك هيبقى واصل لفين اصلا. خد بالك برضه انت ممكن تقف، يعني انا يا جماعه كان احسن حاجه بحب اعملها ان انا اروح مؤتمر واقف اتكلم مع ناس، واقعد اتكلم مع ناس وخلاص، يعني ممكن اقسم بالله واحد ممكن يكسفني في الكلام ان انا مش فاهم حاجه بس انا بتعلم منه. على فكره انا كنت بروح مؤتمر ما بجريش بقى مثلا انا اروح اتكلم مع باشمهندس ابراهيم حجازي، انا اتكلم مع الناس اللي هي مشهوره واللمعه وكده، ان الناس دي انا اقف اتكلم معاها مش هسالها في حاجه، يعني واحد هتلاقيه بيساله بيقول له مثلا ازاي ابدا، واحد هتلاقيه مثلا بيقول له ايه ازاي هنط، فدي اسئله انا مش هستفيد بيها. بس انا لو رحت مثلا لشخص انا عارف مثلا الباشمهندس ده شغال في الشركه الفلانيه، وباشمهندس ده فعلا مستواه قوي، ومثلا نزل رايت اب مثلا او ريسيرش عن ثغره معينه، فانا هقف اتكلم معاه اساله في الثغره دي وافهم منه اكتر واتعلم منه اكتر. ان انا لما ببقى واقف مثلا انا وهو بس، لا انا هيبقى معايا وقتي براحتي، بس لو واقف انا وهو و50 واحد حوالينا، هو هيقرب هيبقى قرفان مني ومش طايقني ولا طايق المكان ولا طايق اي حاجه. طب ايه حلها؟ حلها انت شوف الناس اللي انت فعلا شايف ان هم يعني ايه، واحد مثلا تكنيكال قوي مش مجرد ان هو واخد لمعه وخلاص، فاهم؟ واقف اتكلم معاه واعرفه واقول له دلوقتي بذاكر كذا كذا وبعمل كذا كذا ومستواي واصل لكذا ومسرت كذا وان شاء الله ناوي اسرت كذا، هو خلاص حفظك، عرفك خلاص، لما تيجي بعد كده مثلا تبقى بتدور على شغل بوزيشن مش عارف ايه، يبعت تقول له ازي حضرتك يا باشمهندس انا كذا كذا اللي قابلت حضرتك في المكان الفلاني، وكنت بتكلم ان انا عايز فرصه مثلا لو في عندكم انترنت، هو يقول لك لا والله مفيش انترنت دلوقتي، يقول لك طب دلوقتي مثلا لو في فرصه بوزيشن، يقول لك والله ما انت عندناش بوزيشن، قول له هخش عندك يا عم ومش هشتغل من غير فلوس مش مشكله. ودي حصلت، في واحد كان باعت لي بيقول لي انا ممكن اشتغل معاكم من غير فلوس، المهم ان انا اخد خبره. ودي فكره كويسه، الناس اللي هم عايزه تاخد خبره، مش مهم فلوس دلوقتي، المهم ان هي تاخد خبره، والخبره هتجيب فلوس، احنا مجالنا حنفيه فلوس يا جماعه للي بيعرف يستغل الموضوع صح، يعرف ان هو ازاي يهنط على فين، يختار التارجت ازاي، يعمل كل ده ازاي، فاحنا مجالنا فعلا كويس للي عنده خبره وفعلا فاهم كويس. جميل. ومش شرط باج هانتنج كمان يا انس، في ناس كتيره يعني في اكتر من تخصص، اكتر من 15 تخصص في السايبر سيكيورتي، كلهم فيهم فلوس يعني. بالظبط.
الناس كلها بص على الموضوع هخش هانت اجيب فلوس. طب ما انت عندك برامج اكسترنال، عندك امم برامج على جوجل في ار دي بي، عندك برامج يا عم اصلا يعني فريلانسنج، عندك حاجات كتيره جدا، فرص كتيره جدا للفلوس. ده كل ده الناس بتتكلم عن مجال البنتست، في مجالات تانية كتير، في مجال سوك، في فريلانس في السوك، في فريلانس في ريفرس انجينير، في فريلانسات كتيره جدا. فانت يعني اشتغل واتعب واعرف ناس والكونكشنز ونتورك والكلام ده. انا لغايه دلوقتي الحمد لله يعني معظم فرص الشغل اللي جات لي كانترفيو جات لي بس عشان انا كنت يعني كنت اعرف ناس، فلما فضي عندهم بوزيشن قالوا اه احنا عارفين انس وعارفين انس كويس فهنبعت له ويخش معانا انترفيو. ما هو يا وبرضه انس يا انس، ده الطبيعي لسبب واحد. انا دلوقتي مثلا كسي او كواحد مانجر في شركه، ايه اللي هيخليني اروح اجيب حد ما اعرفوش؟ ما انا ممكن اسال حد معايا في التيم هو يريكومند ليا حد، وكمان على الاقل هيكون ثقه اكتر، انت فاهم؟ بالظبط. يعني اقول لك على حاجه تضحك حصل. كان في شركه منزله من 4 5 شهور تقريبا، كانوا او اكتر تقريبا، يعني كانوا منزلين يعني من 8 شهور كده ان هم عايزين حد جونيور، وينزلوا بتاع الراجل الاتش ار بتاعها يعني، او مش اتش ار يعني، كان ماسك السيفيهات عندها وبتاع كده، قاعد بتكلم معاه فبيقول لي اصلا احنا وصلنا 350 سي في، وبيقول لي ان كل السيفيهات معظمها اللي مذاكر سي سي ان ايه، اللي بيقول لك انا مذاكر الاو اس توب 10 وهو اصلا ما يعرفش ان ايه او اس توب 10، اللي يقول لك انا مذاكر ايوات، اللي يقول لك انا مذاكر اي جي بي تي. طب ما دي كلها حاجات ما تشغلكش يا جماعه، دي كلها حاجات لسه بيسكس، انت معاك الكلام ده لسه بتقول يا هادي، لسه بتقول يا بيسكس اصلا. فانت واخد بالك انت فين؟ فانت بتبدا ان انت لا ابدا ان انت افهم الموضوع من منطلق كبير شويه. فبيوصل الموضوع في الاخر الراجل ده خد ال 350 سي في، بدا حاسس ان الموضوع ضاغط عليه، مش راجل مش عارف يقعد في يومه على حاجه، لو بص على كل سي في لمده 5 دقائق انت شوف بقى هيقعد فيها قد ايه دي. فقال خلاص الكام واحد اللي يعرفهم يا جماعه انا عندنا بوزيشن الفلاني، مين تثقوا فيه تجيبوه. ده قال على 5، ده قال على 2، ده قال على 3، ال 350 واحد بقوا 10، وكمان مش هيخش الانترفيو مع ال 10 اصلا. فبس الريكومنديشن بتوصلك للانترفيو بس، اخرك الانترفيو، اي حاجه من بعد كده دي بتاعتك انت بقى. ابدا بقى انت تعرف هتعمل ايه، ابدا انت تعرف تتكلم ازاي، ابدا انت تعرف التعامل مع الناس هيكون عامل ازاي، ابدا انت عارف يعني انت قاعد في انترفيو ازاي بتقدم نفسك، ازاي بتتكلم، ازاي يبقى عندك لغه جسد، ازاي ما تتكسفش وانت بتعمل الانترفيو، ازاي لو انت عندك النولج بالحاجه بس انت مكسوف ومش قادر تتكلم فيها. فانت لازم دي كل حاجه تظبطها مع نفسك. انا لو كان بيبقى عندي انترفيو كنت بقعد امشي في الشقه اسال نفسي واجاوب، اقعد كل شويه اللي هو ايه يعني ايه مثلا كنت بروفايدر، او ما انا شارح يعني كنت بروفايدر، قالش مثلا اشرح مثلا قول لي مثلا ازاي بتاعتك، اقعد اشرح ايه الميثودولوجي بتاعتي، وهكذا كنت اقعد اسال واجاوب اسال واجاوب. فهكذا بقى دي كلها حاجات انا بدات اعمل. مجرد ما بقيت اتسال انا عارف انا بجاوب ازاي، مش روبوت، بس انا عارف انا ازاي بحضر الكلام في دماغي، ازاي بقى عندي لغه حوار اتكلم بايديا ازاي. دي كلها حاجات مفيده جدا يا جماعه. لو الانترفيو انت هتنزل مثلا، الانترفيو هيكون انترفيو في مكان، انترفيو مثلا يا عم انت هتنزل تقعد مثلا معاهم مثلا في تركع عندهم تتعامل معاهم، ما انت تعرف تلبس ايه، تلبس ازاي، تتعامل ازاي، ما تبينهوش مثلا ان انت لا انت مثلا شخصيه لسه جديده في المجال ولسه مش عارف اي حاجه، اللي هو ايه ازي حضرتك يا باشمهندس ده اخبار عامل ايه. دي برضو بتبين شخص قدام منك انت يعني انا اسف في الكلمه يعني انت قروي ساذج، فانت قروي ساذج ولسه جاي على الله خالص. فلا انا عايز معايا حد كده ايه، حد حركي، انا في حد مش انترفيو هياخد. انا في انترفيو انس بمناسبه حوار لغه الجسد ده. فكنت داخل انترفيو، يعني كنت جاي الانترفيو كان اون سايت، فكان بيقول لي لا الاجابه مش كده، شوحت له بايديا. تفهم اكتر مني يا عم. فلا، فبس فعلا فعلا والله الاتيتيود بتاعك والسوفت سكيلز بتاعتك لا تقل اهميه عن التكنيكاليتي يعني. انا بصراحه انا بشوف ناس يعني السوفت سكيلز بتاعتها عاليه وشغاله في اماكن تقيله فعلا، بس عشان هو سوفت سكيلز عاليه. يعني يعني برضه بيعرف اقول لك على بيعرف حاجه. يتصرف لما بيتحط في سيناريو مثلا، بيعرف يتحرك يمين شمال، هو عارف هيسأل مين. طيب الكلام بتاعه، انا عايز اقول لك اصلا ان في ناس انا اعرفها شخصيا، الناس دي متخصصة في ان هو يقعد في ان هو يمانج البري انجيجمنت فيس بتاعت البنتست، يقعد مع بالظبط الكلاينت يعني. يقعد مع الكلاينت يشوف الاوبجيكتيف بتاعته ايه، السكوب بتاعته، كل الكلام ده، انت فاهم؟ بالظبط ده بريسيس، وحرفيا هو قاعد هو والكلاينت قاعد بيتكلم معاه، بس ممكن يبقى قاعد كمان اصلا بيقنع الكلاينت ان انت تخش معاه يخش معاك في الانجيجمنت. هو نفسه كتكنيكال ضعيف بس عشان بيعرف يتكلم. بقول لك على موقف برضه حصل، كان في مؤتمر يعني كنت فيه، اقسم بالله كان واحد بس عشان واحد بيعرف يتكلم، كان حواليه زيطه وناس كتير وبتاع. واحد تاني اقسم بالله يا اسطى يعني انا ما احلمش ابقى في مستواه. الراجل ده يا اسطى كان داخل الكليه مع انهام سكه على ريبورت، مفيش اكتر من كده، فاهم؟
والريبورت كان على بي بال. تمام، انت متخيل؟ والراجل ده كان واقف لوحده محدش يعرفه. فانت متخيل، وانا اصلا عرفت منه، كنت ماشي خبطت فيه اصلا صدفه، فواقف بتكلم معاه شويه، فلقيته وهو بيقول لي، كنت باكلاب مع نهام سك، قلت له يا اسطى وبتهزر وبتاع، طلع لي الريبورت وراه لي. بقيت واقف قدامه كده، طب ايه طيب، انت اسمك ايه اصلا يعني؟ انت اساسا اسمك محدش اصلا يعرفه، فاهم؟ فانت السوفت سكيلز مهمه جدا. شخص بالتقل ده ممكن اصلا ما يبقاش عنده شغل، ممكن اصلا ما يبقاش بيشتغل، بس يعني هو طبعا مكفي نفسه باك باونتي، يعني مكفي نفسه زياده ومكفي باك باونتي. بس انا بكلمك على فكره شخص دلوقتي عاوز يشتغل، انت دلوقتي ما حدش عارفك، ابدا ان انت تتكلم، ابدا انك تنزل بوستات، ابدا ان انت تجيب فايندنجز، وابدا انك تكتب عنها، مش ايدورز. ما تقوليش مثلا أنا دخلت لقيت اي دي غيرته بوم $500 باوند. لا، اكتب فعلا ثغره حقيقيه انت جبتها، حاجه فعلا فيها فكره، حاجه انت قعدت كذا يوم عشان تفكر فيها، فكره جات لك سي تي اف حليته. يعني اكتب فعلا حاجات مفيده، هتلاقي ناس مره في التاريخ كانت عرفتك، تلاقي ناس بيبعتوا لك بيقول لك عايزين نخش كولاب، عايزين نخش نهنت مع بعض، عايزين مش عارف، اصل انا مستواي نفس مستواك، فتعالى نذاكر مع بعض. مره في الثانيه في الثالثه هتلاقي نفسك مره واحده بقى عندك دايره نتورك كده، والنتورك تجيب نتورك تجيب نتورك. واحد مثلا تلاقيه مثلا، يعني هي حرفيا حصلت لي في مره، كنت واقف لقيت مثلا ناس صحابي كنت انا يعني متعرف معاهم وذاكر معاهم بتاع، واقفين مع بعض، فلقيت واحد منهم واقف بعيد مع حد تاني بيتكلم معاه، فرحت قعدت اتكلم معاه شويه ومع الشخص التاني ده. بعد ما خلصنا الشخص التاني مشي، بقول له هو مين ده؟ قال لي سينيور سيكيورتي انجينير في شركه كذا. قلت له ده عادي ده، وكنا بنتكلم معاه عادي وبتاع، قال لي اه، وصاحبي وحبيبي وبتاع، والراجل ده دلوقتي احنا بقينا ايه، صحاب مع بعض وبنتكلم مع بعض على طول. دي الفكره ان الواحد بيبقى عارف نتورك وبيعلم نتورك بتاع. حصل بقى بعد كده ان الشخص ده نفسه بقى عنده بوزيشن في شركه فاضي، لقيته منه الناس اصلا بيتصل بيا بيقول لي ايه انا هيبقى عندنا بوزيشن فاضي كمان 3 اسابيع، فانا عايزك تيجي معايا. ودخلت وعملت معاهم انترفيو. فدي كلها، والحمد لله انا عديت في الانترفيو يعني، بس ما كملتش معاهم. فالمهم ايه، ان دي حاجه ايه يعني، جت اصلا ما كانتش على البال، جت منين؟ من كونكشن، كنت واقف في مؤتمر واتكلمت معاه، تلاقي واحد يقول لك لا انا مكسل انزل المؤتمر، اصل انا هستفيد ايه، اصل مش هيبقى فيه شرح. ما انت اصلا مش نازل عشان الشرح، انت نازل عشان تعرف الناس. فعلا بس فعلا. انا عايز بس اقول لك يعني اصلا انا لما بدات شغل انا عايز اقول لك على نقطه بمناسبه حوار انا اول يوم شغل ليا في نيت رايدرز، اليوم اللي قابلت فيه باشمهندس احمد في المؤتمر. في اكتر من كده والله ما بهزر. شغلني يا باشمهندس شغلني. انا كنت قلت له كده يعني، فقال لي طيب، قال لي لما نتقابل، فانا عارف ان هو كل يوم في دوله شكل، فقلت له لا انت هتيجي بقى المؤتمر. فاتقابلنا في المؤتمر يعني، والحمد لله يعني الدنيا ظبطت. فاحنا كنا ايه كده، احنا يعتبر مفيش اسئله خلاص، فاحنا كده وصلنا حوالي ساعتين اهو، ساعتين يا كده. جدع، اه والله الوقت عدى طياره. اه والله ده انا طلعت متقل على الشباب قوي. لا يا عم، ده انت كتر الف خيرك والله يا انس. المهم الشباب عاوز حاجه تانية يعني قبل ما. بس عشان كان في اسئله احنا محضرينها لو فاكر، انا حاسس ان احنا كده ايه، كروتناهم. انا السيشن ديت متسجله، انا فعلا بسجلها. انا شايف ان الاسئله ديت يا انس تكون في سيشن بيني وبينك انا، تكون زي ايه سؤال وجواب كده، عشان الشباب دي ماشي. والنقطه التانية برضو اللي كنت عايز انبه عليها، اسمه ايه يا لو ربي؟ عايز ثانيه واحده معلش، كان في واحد كاتب ايه، لو عايز اذاكر اندرويد لازم اخلص ويب، اكيد طبعا، لازم لازم. مش هقول لك تخلص ويب، ان الويب ما بيخلصش، الويب ما بيخلصش. انت بتعمل ايه؟ انت بتذاكر على قد ما تقدر، تبقى مجمع نولج كتير جدا. يعني هو اصلا يعني ابراهيم بيقول لك اصلا ما ايه بيخلصش صح. اصلا. انت بتجمع نولج على قد ما لا تقدر، لا ان انت خالص. كل يوم ما بتقابلش معلومه جديده، انت ايوه النولج فوق الاساسيه انت فوق. عارفها، الثغرات الاساسيه انت عارفها، كل حاجه انت عارفها. تبدا ان انت تخش بقى تست عليهم، مش عارف بقى، خلاص مش انت عارف، مش حفظت عارف. الكلام ده، انت حفظت انت سلام. بتعمل ايه في الابلكيشن. انقل بقى على الاندرويد. الاندرويد اصعب من الويب؟ لا يعني انا بصراحه كأنس لا، مش شايف ان الاندرويد اصعب كويب ولا حاجه. هو بس رخم للي مش متعود ان هو يشوف سورس كود، ان هو يشوف سورس كود ويعمل له ريفرس انجينير ويتعامل معاه، فهو دي رخامته. بس كسهوله فلا، نفس الفكره برضو، هي ديفلوبرز بيكتبوا كود، ومع الوقت بيطلعوا بشويه غلطات، انت بتخش تجيب الغلطات دي وخلاص. ويعني ده يبقى يوم هناك لو الديفلوبر بيستخدم اي بي اي للاندرويد غير اللي بيستخدمه للويب، ده يبقى يوم هناك. انا فاكر في ابلكيشن قعدت فيه اسبوع بتست عليه، ما جبتش فيه غير 2 فايندنجز او 3 فايندنجز. دخلت بعد كده على ال... دخلت بعد كده على الموبايل ابلكيشن، لقيته بيستخدم اي بي اي غير الويب، جبت 15 فايندنج في ساعه ولا ساعتين. انت متخيل 15 فايندنج؟ واتقفلوا كلهم دوبليكيت.
فاللي هو لا يعني الاندرويد مش رخم، يعني مش صعب، هو رخم بس رخم في الاول كده لغايه ما تلاقي الباترن ده. انا لو وريتك المنظر ده، لو وريتك المنظر ده انت هتكره حياتك وهتكرهني اصلا وهتقفل الستريم. بس لو بدات افصصها لك اقول لك دي كلها حاجات يو اي ماليش دعوه، دي حاجه خاصه بالداتا اللي بتتخزن، دي داتا اللي بتتخزن، دي كلها حاجات يو اي. بعد كده ايه الباقي ده كله يو اي تحت هنا، هو ده الحاجه اللي مهمه. خدت بالك ايه اللي حصل؟ خدت بالك انا بدات افصصها لك ازاي واحده واحده. ابدا اقول لك ايه والله مثلا فين الفانكشن ده الفولنربل سيرفيس، فين الستارت اهو. لو قلت لك كده ان الستارت سيرفيس دي هي الفانكشن اللي تهمني، فلما اروح عليها اعرف هي بتعمل ايه وهكذا، هتلاقي الدنيا بدات تتفصص وتبدا تعرف ده بتعمل ايه. فاهمني؟ تعال نشوف ايه بيعرف يطبل. مش بيطبل، هو بيظبط الدنيا يعني. مين كمان كان بيسأل ايه؟ انا لو عايز اعمل ميثودولوجيا خاصه بيا في الويب هانتنج ممكن يكون ازاي؟ تكراريه والهانت كتير. هانت كتير، اول مره مش تبقى فاهم حاجه، مش تبقى فاهم الريكوزات اللي جايه، مش تبقى فاهم اي حاجه. مره في الثانيه في الثالثه هتلاقي الدنيا بدات ان هي تظبط، تلاقي نفسك بقيت عارف ده مثلا انا داخل على الابلكيشن هجرب الفورجيت باسورد، هجرب فيها 1 2 3 4. هتبدا ان انت تقراهم من رايت ابس معينه. مره في الثانيه في الثالثه هتلاقي ان الدنيا بدات ان هي تظبط معاك فعلا. فهتلاقي انا اصلا ما كنتش عارض الشاشه صح؟ الكود ده اصلا ما كنتش عارض الشاشه وقاعد بشرح على الكود وانتوا سايبيني بشرح مع نفسي ماشي. الشير سكرين اصلا مش شغال عندي، يا ريت تقفله تفتحه. هو الشير سكرين كان مفتوح بس مفتوح على الكاميرا. الشير سكرين مفتوح على الكاميرا، فتح على برنامج التسجيل عشان راضي يخليني افتح الكاميرا. ما علينا يعني، خلاص مش مهم يعني، المهم ان انتوا شايفين وشي يعني، ده اهم حاجه. في حد بص بيسألك يا أنس لازم وهو بيهانت يقرأ الجافا سكريبت كلها؟ لا طبعا، لا طبعا، الجافا سكريبت فيه معظمها حاجات بتبقى فرونت اند. واصلا قرايه الجافا سكريبت دي تقريبا اخر حاجه انا بعملها بعد ما ببقى خلاص غلب حماري في الابلكيشن، ببدا ان انا ابص عليها. بس بتبقى مفيده ان انت تطلع فيها اند بوينتس، دي اهم حاجه في الجافا سكريبت. انت بتطلع اند بوينتس وبتطلع ريكويستس كمان ساعات بتطلع ريكويستات مش موجوده عندك في اليو اي ولا موجوده، يعني مش هتوصل لها في الفلو بتاعك العادي. فمفيش ناس كتير عامل لها تيست. لما انت تخش تعمل لها تيست هتلاقي الدنيا بدات تظبط معاك. بربروس، بربروس هو انت القاضي صح؟ انت عمر القاضي مش كده؟ لا اخبار يا قاضي يا اخويا، عامل ايه اخويا؟ هل لازم اذاكر برمجه خاصه بالاندرويد؟ طبعا. الكلام ده يعني انت جيت عشان متاخر تقريبا. الكلام ده انا شرحته في الاول، قلت لازم تبقى عارف ازاي تعرف تديفلوب اندرويد ابلكيشن بنفسك كده. ولازم فعلا اكون اشتغلت كمبرمج عموما لو هشتغل في شركه كبنتستر، ولازم فعلا اجيب بوكس على اي بلاتفورم. لا ولا مش لازم انت تبقى شغال مبرمج، كفايه بس انك تبقى عارف الكود بيعمل ايه. لما تبص على الكود تبقى فاهم الفانكشن ساعات بتحصل ازاي كباك اند، فاهم الكلام ده كله. دي من ناحيه. من ناحيه تانية انت تجيب بوكس على بلاتفورم. انا بروفايل هاكر وان بتاعي ما فيهوش عليه غير 3 4 ثغرات عشان انا اصلا مش بهنت عليه. بروفايل باك جراوند بتاعي مليان كله 60 او 70 دوبليكيت عشان انا برضو مش بتست عليه كتير. فهو عادي واشتغلت والدنيا تمام، مش لازم تبقى باك هانتر عشان تبقى اشتغلت. مهم ان انت يبقى في ناس عارفين ان انت كويس، ده المهم. عارفين انك كويس، عارفين ان الشخص ده بيذاكر وبيتعب، دي اهم حاجه يا جماعه في المجال اللي في مصر ده. انا امال مين بربروسا؟ انا فاكر انا الاسم ده سمعته قبل كده، يا اما رضا يا اما لا. طب أنا هقفل أنا التسجيل قشطة. خلاص تمام.